خليك واثق بنفسك، ده كويس جدا، بس ما تغرش. تفتكرش يا ارض تهدي معاك ادي، هلعب معاك العاب اخليك تعمل كده قدام الكاميرا. رجعنا لكم وحلقة جديدة من البودكاسترز، وما زلنا في الموسم الصيفي الجميل. النهاردة الموسم مصري هواين. هواين دي اللي هي من هواي، عارف الهواين؟ افتكرته هواوي. هواوي. صيف جميل كله ألوان وحاجات مشجرة. حلقتنا النهاردة هتبقى، أنا متخيل إن هي هتبقى في غاية العمق والشجار ما بين إحنا والضيف بتاعنا، لأن هنخش في تفاصيل الشغلانة. أني شغلانة اللي إحنا قاعدين على الكراسي دلوقتي بنعملها. بس نسلم على كيمو الأول ونقول له صباح الفل. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ على فكره الشغلانه دي شغلانتي بقى، حتتي دي حتتي انا النهارده بس مش هديلكم كل كل المعلومات. 3 أيام بشتغلها. يا حبا متحفظ شويه في ايوه. عامل ايه يا حبيبي؟ مساء الفل، مساء النور. يا هلا يا هلا. مسيو ادي الهواين اهو اللي لسه بتكلم عليه. لو مش شايفينه يعني في اللون، وموسم صيفي قوي باين اهو، كله كتان وشورتات وسمانات وحاجات. وبص ما تحرجنيش بقى، احنا بنجتهد. وسع عشان انا متابعك ليتلي، شايف الجيم يعني. انت كمان في الساحل بتتمرن. انا ما شفتش كده، الحمد لله، ما شفتش كده. هذا من فضل ربي. اللهم صل على النبي عليك. والله بص، هو ليه سبب صحي نفسي. يعني انت راجل بتتمرن طبعا، لما بتبقى متضايق شويه تروح تتمرن تخلص التمرين، بتفك عن نفسك. ليه ممكن تبقى متضايق في الساحل؟ هو ده السؤال بقى. عشان دماغك في شغلك 24 ساعه حتى لو انت في اجازه. الله والله احنا من مش عارف ليه مش قادر اتقبل دي بالكيف. لا ده منظر واحد بيفكر في الشغل. اقولها لك بسرعه والبسها تاني. هقول لك على حاجه، هي قاعده ابويا كان قالها لي زمان ولقيتها فعلا حقيقيه. اللي بيتعب في شغله قوي بيجتهد عشان يتبسط قوي. مفهوم. فانت طول ما انت بتبذل مجهود في شغلك بتبقى عايز تعمل البالانس الناحيه التانية، صح؟ فبتتبسط بقى. طب معلش تاخدنا معاك اي في بحر، لبسك، في خروجتك، في بحرك، اي بحر يا مان. عشان احنا من ساعه ما ابتدى الصيف واحنا بنصور. ما انتوا لابسين بنطلونات جايين غلط. ايوه صح. خلي كريم يبتدي حلقتنا النهارده عشان هو عنده سؤال صاروخي. انا رامي دلوقتي انا بره المجال بقى، مش يعني انا جوه وبره بس. لا انت جوه بس. انت جوه بس. انا قعدت قبل ما انا بحب دايما اقعد اتفرج على الضيف قبل ما بيجي، وبقعد ريسيرش كده اشوف كده ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيتقال. واكتر حاجه لفتت انتباهي معاك وانا كنت بسالها لك بره، رامي، هو انت مذيع برامج جد ولا برامج ترفيهيه؟ انا الموضوع ده محيرني جدا، لان مش عارف امسكك. يعني بتفرج، افتح يوتيوب الاقيك بدله وكلامك كده. أيوة. تحسه اللي هو منمق قوي، وفي الاخر الاقي عادي قاعد بتتكلموا في موضوع على فكره عادي جدا، مش حاجه يعني. بس وليك مواقفك قوي وكلامك كده. انت ايه؟ طيب بص، اللي انت بتقوله ده شيء يسعدني، لانه معناها ان انت شفتني بكذا شخصيه، واظن يعني عجبك ده وعجبك ده، او يمكن كنت مضطر تتفرج عشان الريسيرش، مش عارف. احتمال على فكره وارد. بس حيرتني يا جدع. بص، انا بحكم ان انا بقالي من قد ايه 13 14 سنه بعمل برامج كلها في فريم التوك شو، سواء كان صباحي او مسائي. فخلاص يعني طول الوقت مزنوق في البدله والكرافته، والجونرا دي بما انك بتتكلم في السياسه واقتصاد وموضوعات كلها جاده، خلاص بتفرض عليك انك لازم تبقى جد، تطلع جزء من شخصيتك الجاد جدا. ومع ذلك حتى في كل البرامج لما كنت بعمل فقرات فنيه كنت بحاول اطلع بره الشخصيه دي شويه. بس at the end of the day انت لسه في فريم التوك شو. مفهوم. هطلع بره الميديا شويه، انا شخصيتي ايه؟ لا مش جد للدرجه دي، بالعكس انا بحب الهزار جدا، بحب الضحك جدا، يعني مش طول الوقت جد للدرجه دي. نرجع بقى للميديا تاني. يعني الجمهور اللي عارفني وكان بيتفرج على اللي انا بعمله واخد دايما او راسم صوره ان رامي شخصيه جاده جدا. بس انت بتفضل ايه؟ مثقف جدا، فاهم؟ بتفضل ايه الفيدباك اللي بيجي لي دايما. انا بفضل ايه؟ بص يعني يمكن بدايه طريقي في الاعلام ما كانش في طموحي ان انا اعمل توك شو، وليه اسبابه ممكن ده ندردش فيه بعدين يعني. بس لما دخلت في فورمه التوك شو لا بقيت بحب اعمل ده جدا جدا جدا. فعلا. يمكن عشان قضيت فيه 13 14 سنه زي ما بقول لكم، فحاسس انه محتاج اوري الناس شخصيتي الحقيقيه اكتر، وده اللي يمكن حاولت ارسمه شويه او اطلعه اكتر في البودكاست اللي بعمله اللي هو اللعبه مع الكبار. انه رامي بشخصيته الحقيقيه بره البدله والكرافته والكلام الجد جدا وكده.
لو انت من النوع اللي على طول مستني الوقت المناسب، انا عارفك وبقولك مفيش حاجه اسمها الوقت اتاخر ولا لسه بدري عشان تستثمر في البورصه. المهم انك تبتدي. الحلقة دي برعاية EFG هيرمس 1. طور رحلتك المالية. اقول لك انا شهاده مني بقى، عشان انا بقى هو بيكلمك من الحته الاعلاميه، انا بكلمك بقى من الحته الشخصيه، لان انا مش بنخبط في بعض في اماكن كتير تابعه للشغل وكده لحد ما، وكنت على طول فاكرك يا مان مش جد بقى، يعني غتت اللي بقى. هو كده غتت، كده قوي، فاهم؟ قوي قوي قوي، لدرجه ان عمري ما فكرت مثلا ايه اللي هو اخش اعمل له فولو اشوف، لا هو جد قوي، وانا استنى، طب ادفع من عملت كده ولا ما بكتير. عملتش؟ لا عملت، ده انت اخويا حبيبي، احنا بنتكلم عليه بقى لنا. المهم لحد ما وبنقابل بعض ونسلم على بعض كتير جدا، بس كده يعني اللي هو باي باي فورمال يعني. يعني لحد ما قابلته في سفاره بريطانيا، لما رحنا قابلنا البروفيسور الكبير الدكتور مجدي يعقوب. كان يوم من احلى ايام حياتي، اشعرت وحياة ربنا وانا بتصور معاه. فكنا واقفين في الصف انا وهو عايزين نمضي الكتاب بتاعه، فابتدينا نتكلم اول مره بقى نتكلم صح، دي كانت اول مره لوقت بقى نتكلم. لو واقفين بقى في صف طويل كله بقى وزراء يا مان، وزراء بقى عايزين يمضوا الكتب وزراء بتاعتهم بقى وكده، وCEOs ودكاتره وفاهم، واحنا واقفين بنهلس في النص وصوتنا عالي لدرجه ان هم دخلوا معانا في الهلس وصوتنا عالي بقى، واقفين بين عارف حبال والجو ده. المهم قعدنا نتكلم بعدين، ايه ده دمه خفيف اصلا الله يبارك لك يا رب. ايه ده مش عارف ايه، وبعدين تيجي الناس تسلم عليه يقعد يهزر وافات. قلت مكلمه اصلا، قلت له بقول لك ايه يا كيمو، انا هجيب رامي رضوان في البودكاست. قال لي ايه ده بجد؟ من يا عم ده جد ودمه تقيل قوي يا عم. لا ايه ده بجد؟ لا انا بس استغربت فجأة، استغربني لان انا يعني على طول ممكن اجيب مذيعين، لان انا مذيع يعني الموضوع بيبقى اسهل، فاهم قصدي؟ فقال لي ايه ده بجد؟ قلت له بجد انا النهارده اتعرفت على الشخصيه، بس بص انا بس بديك هنت وسيبني كده ايه شويه واقول لك تاني. لحد ما طلعنا بره، فاكر جنب العربيات واحنا ماشيين، وهاتك يا هلس بقى وضحك للركب واحنا واقفين وبقول لك ايه تيجي بودكاست اجي يا مان قلت يخرب بيتك، مش شخصيتك، مش اللي انا كنت حاسه خالص. انت مين انت؟ خالص. قمت دخلت عملت له فولو، تفاهات بقى للصبح وسف واسفاف وحاجات بقى لذيذه جدا. ف ان انت تفرق ما بين الشخصيه الاعلاميه والشخصيه الحقيقيه دي حاجه لذيذه، وانت دلوقتي بتطبقها في اللعبه مع الكبار، صح كده؟ الى حد كبير طبعا. يعني لسه كنت بقول لكريم واحنا بندردش بره، لما جيت خدت قرار ان انا هعمل بودكاست، قعدت انا والتيم الاول نرسم الشخصيه. فقلت لهم مش محتاجين نرسمها قوي، لان انا عايز اطلع زي ما انا. ليه وهو ده البودكاست. اوعى تبوظ البودكاست يا عم رامي. لا هو البودكاست بيطلع بشخصيته الحقيقيه، وده اللي بيحصل. بس خلي بالك برضو، ده مش معناها انه في التوك شو دي مش شخصيتي الحقيقيه، بس هي الجزء الجد في شخصيتي هو اللي حاضر اكتر. ليه؟ بسبب الجونرا اللي انت بتعملها. تيجي نخش بقى نخش في الحته دي، عشان انا الحته دي يبقى عندي فيها راي كبير. تعال بعد اذنك. دلوقتي احنا بنتكلم على مش البودكاست، احنا بنتكلم انا طول عمري بقول انا وكريم ما يعرفش غير البودكاست باي ذا واي، يعني هو اللي اقنعنا اصلا هو صاحب الفكره، هو اللي اقنعنا بالفكره. فاللي هو اصلا ما احتاجش ان هو ياخد تمارين، او اللي هو طب لا انا هتكلم كده واعمل كده. فهو اللي انت شايفه هو ده كريم اصلا في الحقيقه. تمام. وطبعا انا كده في الحنكش من زمان. تمام. طبعا هم الاثنين بيمثلوا عليكم، في الحقيقه هم غير كده. في الحقيقه احنا لابسين بدل، احنا لسه لابسين بدل وبنشرب قهوه معاه بره، قلعنا بدل ودخلنا سوبرمان. تمام. في التوك شوز او في عالم الاذاعه، بما ان انا بقى اشتغلت برضو فيه، لا في تمثيل كتير جدا ما بعرفش، وفي مش حقيقه كتير جدا، وفي اصلا ان دي مش شخصيتك. انا مش بتكلم عن رامي رضوان بس يا جماعه عشان نبقى واضحين وصراح، لان انا اشتغلت يعني خد راحتك عادي. لا انا عارف، لا بس انا بجد ما بتكلمش عليك، انا دلوقتي بنتكلم على الاندستري، بتكلم على مجال الاعلام والاذاعه والجو ده. لا يا باشا، في ناس كتير قوي بتمثل، وفي ناس كتير قوي ما عندهاش فكره هي بتقول ايه، بس هي بتقرا كويس، لانه بيبقى في حاجه اسمها برومتر، او بيبقى في حاجه اسمها اوتو كيو. الاوتو كيو ده بيتحط على الكاميرا، على عدسه الكاميرا، هنحط لكم صوره، وبيبقى فيه زي مرايه، والكلام اللي معكوس من الراجل اللي بيكتبه بره. يعني بسطها لهم، هي بتبقى شاشه قدام عدسه الكاميرا مكتوب عليها الكلام، الكاميرا ما بتشوفهاش بس اللي قاعد قدامها بيشوفها. وفي واحد قاعد بره ماسك بقره كده وقاعد بيعمل عشان الكلام يقعد يطلع. فهو المذيع الشاطر في البرامج دي اللي يعرف يقرا من غير ما يحسسك ان هو بيقرا. تمام. فنص الكلام، مش كل الكلام اللي مكتوب ده بيبقى كاتبه معد، فدي بتبقى شخصيه المعد. دي نمره واحد. انا مش هعلق، علق في انا عاجبك ان انت بتقول الفيدباك اللي انت شايفه، اللي انا عشته كمان. انا كنت بغبغي
ايه يا جماعه مش عايز اقول انا بس يا حبيبي يلا كل عيش يا جماعه. طب لو سمعتوا الفستان اللؤلؤ المطرز بالالماظ انا مالي مش مهتم انا مش مهتم هي لابسه ايه بس مثلا. يمكن ليه علاقه برضو بفورمات البرنامج شويه. تمام بس انا يكون. بتكلم على فكره ان انت بتقرا مش من ده غير التوك شوز اللي هي بتبقى ارتجاليه ودي بتبقى قليله جدا. ليه؟ لان بيبقى فيه ميعاد بريك ميعاد اعلانات بيبقى فيه سبونسر ما ينفعش تتكلم في حاجات كتير قوي لان هي ممكن تناقض الجايد لاينز بتاعت شركته. بيبقى فيه مخرج مش عارف مش عايز ايه في نتورك وفي نتورك عامله ديلز مع بلاد فانت ما ينفعش مثلا تقول مش عارف ايه عن ايه صح ولا لا ايه لا انا ما قلت لك سايبك تتكلم يعني لو هتسالني على الفيدباك بتاعنا هكلمك على الاكسبيرينس بتاعتي ماشي. ففي العالم ده مش كل الناس حقيقيه ومش كل الناس بتطلع تقول اللي في قلبها واللي في عقلها ومش كل الناس بالثقافه اللي الناس بتخش تتعلم منهم لما تتفرج عليهم. ده كل ده ما وراء الكاميرا والمعدين والحاجات دي. انت جاي تخبط في الزملاء لا بس بتخبط في الاندستري كلها. انا بتكلم على انا قلبت الترابيزه خالص. انا بتكلم على الاكسبيرينس بتاعتي. اوكي طب انت كريم كنت بتحس ايه وانت بتتفرج على اي نوع من انواع البرامج توك شوز مثلا بالذات لو بنتكلم على التوك شوز؟ لا طبعا ما اللي خلاني اصلا اتحمس جدا ان انا اعمل بودكاست انا كنت قاعد في امريكا حلو فكنت بتفرج على بودكاست كتير عشان هم كانوا اوريدي بقالهم شغالين سابقين كتير طبعا. فكان اللي عاجبني فيها جدا هو ان انا حاسس ان انا ايه ده انا بتفرج على ناس طبيعيين جدا بيتكلموا في حاجات بتعلم منها جامد قوي. فعشان كده كنت بالنسبه لي انا عايز اعمل بودكاست تعليمي ترفيهي ده كان في دماغي. فده كان السبب لما كنت افتح توك شو عادي حتى حاجات بقى ستيفن كولبير ومش عارف مين يمكن جون ستيوارت الوحيد اللي كنت بس غير كده الباقيين كلهم لا كنت بحس اللي هو لا في سنه ان كل حاجه مكتوبه قوي في سكريبت او في عارف تحسها بروديوست كل حاجه معمول لها اخراج قوي. فده ما كانش بيبسط انا يعني بس ده انا اجن من بره يعني وطبعا ده ينطبق على معظم 90% من التوك شوز بالنسبه لي انا يعني. فده الاكسبيرينس بتاعتي. طبعا كريم بيتكلم عن التوك شوز بتاع بره لانه نوع التوك شو اللي عندنا في مصر ده ما فيش زي في اي حته في العالم. ايوه يعني مفيش في اي حته في العالم تلاقي برنامج بيتكلم في السياسه والاقتصاد وحاجات كله اجتماعيه وحاجات رياضيه وحاجات فنيه وحاجات دينيه والمذيع بيدلي بداله يعني ممكن يقول رايه فيه. اذا تصدق فعلا انا عمري ما خدت بالي ان احنا الوحيدين اللي بنعمل كده. انت امريكا بتتكلم على جانرا اصلا الليت نايت شو في امريكا اغلبه 90% منه حاجات لذيذه وانترتيننج وفن وملوش علاقه بالتوك شو بتاعنا خالص في مصر. صح جدا. ولو جيت بصيت في اي حته في العالم مش هتلاقي الموديل الموجود عندنا ده. صح جدا على فكره ده اول مره اخد بالي الموضوع ده. فاحنا عاملين حاجه مش موجوده في الدنيا الحمد لله الحمد لله. خليني اقول لكم بقى الفيدباك على اللي انتوا قلتوه. في مذيعين بيشتغلوا بالاوتو كيوب بس طبعا. في مذيعين بيمثلوا او خلينا نقول بيأدوا اللي بيقولوه ممكن وارد. بس يمكن جزء من كلامك يا باسل مبني على الاكسبيرينس بتاعتك. انا الاكسبيرينس بتاعتي مختلفه شويه. ليه؟ لانه انا اول ما بدات اعمل توك شو كان برنامج صباح اون والكلام ده كان في نهايات 2010 منتصف 2011 لانه انا اول ما طلب مني من رئيس القناه انه سيب البرنامج بقى اللي انت بتعمله انا عايزك تيجي تقدم في صباح اون. فقلت له لا ده سياسه جدا وبتاع دي منطقه مش قال لي ما انت البرنامج اللي بتعمله اوريدي خلاص بقيت في ملعب السياسه فانا شايف ان انت لايق عليك تعمل صباح اون. فبدات جمعه وسبت ويك اند في البرنامج الصباحي ده حلو. جمعه وسبت وقتها ده كان عندك ايه جمعه الغضب خميس اللي مش عارف ايه سبت فبالتالي انت عندك تركيز في اليومين دول غير طبيعي. اللي هو الصبح قبل الصلاه الناس بتتفرج عايزه تعرف ايه المظاهرات اللي خارجه النهارده عشان انزل. السبت عايزه تعرف ايه اللي حصل امبارح بقى ايه اللبش اللي حصل. صح جدا. هاجي لك هنا بقى لحته التمثيل بس هحطها لك في فريم تاني خالص يا باسل. وهو انه اول حاجه فكرت فيها لما جيت اعمل البرنامج الصباحي ده صباح اون انه مين الجمهور اللي بتفرج الصبح. ناس كبيره ممكن رجال اعمال فبالتالي في شخصيه معينه لازم اظهر لهم بيها لانه فكرت بدماغ المتلقي اللي هيشوف شاب وقتها بقى كان عندي 25 سنه مين الشاب اللي طالع يكلمني في السياسه والاقتصاد والمظاهرات مين ايه حجم ثقافته عشان يجي يشرح لي ويقول لي فلازم كنت ابقى جد جدا. حتى الالوان بتاعت لبسي اللي بلبسها كنت مركز فيها جدا. ملت اكتر الى الالوان الداكنه اسودات كحليات رماديات. انا راجل بحب الالوان اكتر اظن باين شويه يعني باين كتير. هنا وده طبيعي جدا انك دايما لما تيجي تقدم كونتنت للجمهور في تلفزيون بقى في اذاعه في ديجيتال
لازم تفكر مين الجمهور المستهدف عشان تطلع له في مسافه قريبه منه. ما ينفعش مثلا ابقى بعمل برنامج بكلم الطبقه المثقفه واطلع اكلمهم بلغه عاميه جدا، مش هيتفرج. والعكس، ما ينفعش ابقى بعمل برنامج، هعمل بودكاست للشباب ديجيتال وابقى اتحدث اليهم باللغه العربيه الفصحى، مش هيكمل معايا 10 ثواني. فساعات في بعض الاحيان انت لازم تفكر في الفريم اللي انت موجود فيه وهتخاطب بيه الجمهور، انك مش بتمثل، لكن بتحط نفسك في قالب معين يليق بالجمهور المستهدف اللي مستني يسمعك عشان يبدا يديلك فرصه. انا بقى البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي مثلا ثرو اوت، كان مره من المرات في قاعده كده مع احد الشخصيات، يعني قال لي بص انت والله شاطر، الكلام ده زمان قوي اول ما بدات، والله انت كويس كده، بس بص انت محتاج تمثل شويه. قلت له ما بعرفش تمثل اذن ايه قصد يعني بمعنى لا تمثل تتلاعب. ادائك ايوه وانت انا فاهم بتتكلم. قصدي ماشي، بس انت في حاجه حزينه اتاثر قوي وافور. بالغ قلت في كل له expression. تمام حاضر، هفكر في الموضوع ده. ولما مشيت كنت على قناعه دايما انه الجمهور فعلا ذواق، ولو طلعت مثلت عليه هو هيبقى عارف انت بتمثل فمش هيقبلك، انما هيحبك اكتر وانت على طبيعتك. فطبيعي ان انا بقول حاجه ممكن تكون حزينه هبقى متاثر بيها شويه، غير لما اقول حاجه سعيده، المنتخب المصري كسب النهارده ماتش مهم جدا، هبقى طالع بانرجي فرحه. فبالتالي ودي بقى في ثقافه البادي لانجوج، طبيعي ان انت البادي لانجوج بتاعتك تبقى بتعبر عن اللي انت بتقوله. هتأفور الناس بقى هتقفشك مش هتبلعك. ففي البعض بيمثل وبيأفور فيه، بس مش كله. بس خلي بالك انا برضو لما كنت بتكلم على الماجوريتي اللي هو الكتير منه، اللي هو اصلا انت في الاخر لما تشوف مين اللي نجح وما يتعدوا على الصوابع، اللي هو يعني هتمشي في الشارع الناس عارفاه بالاسم، اللي هم عندهم برامج كبيره قوي، توك شوز. انا حاسس هتقول اسامي كمان شويه. عادي. منى الشاذلي، لميس الحديد، عمرو اديب، في الكوره ابراهيم فايق، في بس كلهم في الاخر يتعدوا على الصوابع. فاهم قصدي؟ لكن في غيرهم 1000 مذيع اللي هم بيخشوا ويطلعوا ومحدش بيتفرج عليهم. طيب اللي انت بتقوله ده يخليك تبص على انه كل واحد من الاسامي اللي انت قلتها اجتهد جدا في شغله وعلى طبيعته جدا في اللي بيعمله اغلبهم، فبالتالي وصلوا للجمهور. في حد تاني من ساعة ما بدأ وهو ما يعرفش يطلع بره الاوتو كيو بالظبط. شغلانتنا ما ينفعش فيها. وانا ليه اصلا بفتح المواضيع دي؟ لان انا بتسأل كتير قوي انا عايز ابقى مذيع، لما حد مش اكيد حد بيشوفك يقول لك انا عايز ابقى مذيع، اعمل ايه؟ لا انا بدرس ورك شوب فبيجي لي الاسئله دي. حلوه قوي حلوه، فده عايزين نقوله النهارده في الحلقه. بس انا قاعد بنكش في كل النقط دي لانه هتلاقي كتير قوي من اللي بيتفرجوا علينا هم اصلا بيتفرجوا على الحلقه دي عشان يشوفوا كل واحد الاكسبيرينس بتاعته ايه اللي حصل فيها، وان هو لو عايز يخش المجال ده يوصل لفين. فاهم قصدي؟ فانا هتلاقيني دايما بتك على الحاجات الوحشه اللي انا شفتها في حياتي وحصلت لي، الاوتو كيو والسماعه يا جماعه، ده الاير بيس. انت عارف موضوع الاير بيس ده؟ لا. الاير بيس ده بيتلبس عاده المفروض في اللايف شوز. يعني مثلا اكس فاكتور انا كنت لازم غصبا عنك تلبس اير بيس، لان ممكن يحصل اي مصيبه في الدنيا فالمخرج يقول لك اوب الحق ده محمد وقع وراك في دم، بص الناحيه الثانيه عشان ما نجيبوش كده. فانت قاعد بتتكلم وانت في واحد بيرغي في ودنك. صعب قوي. وبيبقوا قاعدين في اسمها ايه دي؟ العربيه دي. انا اقول لك الاصعب اسمها ايه العربيه دي اللي بيبقى قاعد فيها المخرج وكده؟ الاوبي فان. الله عليك، قديم يعني في الشغلانه وكده. الاوبي فان دي يا باشا هو بيدوس على زرار عشان يقول لك حاجه في ودنك من الاوبي فان دي اللي هو فيها السكرينز والمخرج وكده ووحدات البث وكل وفي بقى مخرجين يا معلم يدوس ويسيب صباعه على البتاع، فانت اصلا قاعد بتتكلم يا محمد يا ابني يا كاميرا 3 كاميرا وحياة ربنا وانت تبقى قاعد مع المسرح يا جدعان، وتقوم فجاه تلاقي المذيع هتلاقي كتير كده ساعات فجاه شال البتاعه دي شايلها. فاهم؟ في التوك شو الاير بيس موجود، بس مثلا حاجه زي اللي بس اللي بيقولها دي انه حد فتح الاير بيس ونسيها. انت باي تايم مع التيم بتاعك خلاص في شويه علامات بيفهموها، فممكن وانا بتكلم هم عامل كده فيفهموا ان انا سامعهم خلاص يقفل الاير بيس. طب عملت كده في اللحظه دي محدش مركز معايا، هديهم فرصه تانية فرصه ثالثه، هاجي بقى بعد الثالثه لا خلاص هضطر اشيل الاير بيس شويه عشان ياخدوا بالهم، فهو يشوف ان انت شلت الاير بيس فيقوم ايه ده احنا فاتحين عليه. بس مهم ليه الاير بيس في اللايف شو؟ لانه مثلا هديكوا اكزامبل في حلقه من الحلقات جيت هطلع فاصل وهقدم الضيف اللي معايا بعد الفاصل، ففتحوا الاير بيس عليا قالوا لي ما تقدمش الضيف مش جاي قدم فاصل في المطلق. فقدمت الفاصل في المطلق. ايه يا جماعه اللي حصل؟ الضيف عمل حادثه وهو جاي في الطريق وكده ومش هيقدر يلحقك.
فاهم؟ غير المسجل هو بيعمل كت يقول لك بقول لك ايه مفيش ثواني حد يا جاي جماعة. وبتاع. اديني عقلك بقى انك عندك بعد الفاصل فقره مدتها 30 دقيقه، الضيف مش جاي وانت ارتجل ليه لايف. بقى؟ ارتجل وجود بقى. لا، ما يوجوالي لما بنحضر الاخبار اللي معانا بيبقى معانا مجموعه موجوده في الاخبار ماشي. عارفين انه يمكن الوقت ما يسعفش ان احنا نوصل لها، بس محطوطه باك اب. ففي اللحظه دي طبعا واحنا في الفاصل اللي كان مدته تقريبا ربع ساعه، الجزء اللي معانا ده خلاص معانا، وبدا التيم وانا كل واحد بيجتهد نطلع اخبار تانية نشتغل عليها. طب هاتولي مداخله كذا فلان الفلاني مش عارف ايه، ودي برضو خلي بالك من التحديات بتاعت اللايف شو. فالجزء التاني بقى انه بس اللي كان بيقول لك ان في اوتو كيو الناس بتقرا وكده، دي مدرسه تفشل في التوك شو لو اللي بيقدم التوك شو معتمد على الاوتو كيو 100%. شايف التجربه اللي انا بحكي لك عليها دي؟ تخيل بقى انه في اللحظه دي خيش. انت عندك خبرين 3 هشتغلهم ممكن موجودين على الاوتو كيو، و3 4 اخبار مش موجودين على الاوتو كيو. فانت لو مش محضر شغلك كويس هدي لك بقى اكسبيرينس تانية. اول ما بدات مساء دي ام سي كان مع تيم مختلف عن التيم اللي موجود معايا في الصباحي، من اخراج وبرودكشن وكل حاجه. فتاني او تالت يوم تقريبا مخرج يلا 3 2 1 هنبدا. بدات اول ما بدات الاوتو كيو قطع لانه ماشيين في الاخر خلاص. فانا بدات الخبر الاول في الثاني في الثالث في الرابع، طلعت فاصل بلغت المخرج استاذ هاني معلش الاوتو كيو قطع. قال لي ايه ده من امتى؟ قلت له بعد ما قلت مشاهدينا الكرام اهلا بكم وحلقه جديده من مساء دي ام هو سي. ما خدش باله اصلا. قال لي ثانيه واحده، اما كل اللي انت قلته ده منين؟ قلت له ما انا محضر شغلي. برافو. فقال لي بسم الله ما شاء الله. طب ثانيه نشوف ايه المشكله. طلع الكيبل اتهز عادي اكنك زي فيشه وهو مش كده. لايت عنده، هو عنده خلاص. شغال في البتاع. لو انا بقى مش محضر ماشي شغلي ماشي ماشي. الاوتو كيو قطع. مساء الخير مشاهدينا الكرام اهلا بكم معانا وحلقه جديده من مساء دي ام سي. عذرا هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. ده اللي هيحصل لانك مش محضر شغلك. صح جدا. فالاوتو كيو دايما لما بشرح للشباب بقول لهم ده عامل مساعد، هتعتمد عليه 100% هتقع. انما محضر شغلك كويس جدا اللي هو الاوتو كيو موجود مش موجود قطع ما قطعش، انت في مكانك ثابت وعارف تدوس. ليه؟ لانك محضر شغلك. فاللايف فيه تشالنجز عظيمه بس انا بحبه. ايه ده؟ لانه اللايف لما تيجي تطلع الهوا ساعتين هم الساعتين ادرينالين يا مان اكنك بتنط من الطياره. بس انت خلاص يو جيت يوزد. بس بتعجز في الساعتين دول على فكره. انا في اكس فاكتور كنت بطلع معجز، بطلع ركبي سايبه. طب يا اخي ده انترتينمنت ودلع ولذاذه. لا ما هو بس انترتينر في السياسه واقتصاد انترتينمنت. بس كم واحد بيتفرج عليك؟ طبعا وكم واحد بيطلع يغني، وكم واحد كم اسم لازم تقدمه، وقدامك اليسا وحسين الجسمي وراغب علامه ووائل كفوري، وده بيهق وده بيرق وده بيلق، وانت بقى لازم هوب تجيب ومعاك واحده ممكن تبقى لو يعني الاوتو كيو ده لما قطع في اكس فاكتور دي بتبقى حصلت اهو. ايه ده حصلت؟ بس دي ستوبايه بقى خلاص. لا والله لايف. احنا لايف في الحلقات اللايف. اوكي الحلقات اللايف شكرا. انت الاوتو كيو ده بيبقى حاطط لك بقى تلفزيون 56 بوصه بين الجمهور عشان تشوف لانه مسرح كبير. فانت تا 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 وبعدين تلاقي واد دم تقيل من الجمهور قام راح شال السلك. بجد انا حر فاهم؟ وريني هتعمل ايه واقف بقى فاهم. وبعدين تلاقي بقى انت والمذيعه بقى هو ايفر يمين، فتقعدوا تبصوا لبعض هتقولي ولا اقول؟ هتقولي عيش 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 عيش. فانت ايه بيقول لك مثلا اسم ادهم نابلسي مثلا واحد من المتسابقين، فانت بتبقى مذاكر زي ما هو انت بنقعد 4-5 ايام نذاكر الحلقه صح لازم. فانت بتبقى عارف الفورمات بتاعها. الاسامي هي اللي ممكن تسقط منك لانه مش طبيعي تفتكر 20 اسم وبتاع. فهو يوم قايل لك مثلا اللي جاي ادهم قدمه فاهم. فانت تقوم داخل بالفورمات وبتاع وابعتوا لنا رسائل على كذا كذا. الحاجات دي بقى لازم تبقى حافظها فاهم. في شويه 5-6 جمل كده انت عمال ترزعهم. وبعدين يوم قايل لك بقول لك انت خلصت الكلام بدري. لسه تشرب شاي. لسه مش جاهز باش تطلع. فتقوم انت ايه وائل مش عايز تغني لنا بقى حته موال كده اي كلام بقى اخبط بقى. احنا مش هنطلع اعلان قبل 5 دقايق. املا اتصرف. شايف املا دي بقى فاهم. وانت على الهوا بتناقش خبر مهم وفي مداخله عليه، المداخله مش جاهزه، التليفون مشغول، الضيف ما ردش، دخل الحمام بس بسرعه. بيقول لك ايه رامي معلش الضيف لسه ما ردش. املا وخبر مهم يو كانوت سكيب ات لانك محتاج التحليل بتاع طبعا. المضمون ده. فاملا بقى دي هتعملها ازاي لو انت مش مذاكر شغلك كويس قوي؟ صح جدا. لا انا اللي حصلت لي يا لهوي بص كده الفرق. انا مبسوط قوي على فكره. انا اللي حصلت لي قبل كده هنا جد وهنا هزار انترتيننج يعني ترفيه تبدل فاهم. بس كل واحد عنده مشاكله وكل واحد عنده حواراته. لا وهو بصراحه خبطته كمان بتاعت الجد دي. خبطته في سجن. انا خبطتي عادي بفضيحه. خبطته مصر كلها بجد مصر هتتكلم عليها. لا انا اللي حصل لي وقت فاكر لما رحنا
رحت كنا مع شاهد وكده، فكانوا عاملين لنا زي PR كامبين، يعني ان احنا نطلع على كل البرامج هناك في MBC وكده. فاليوم ده كان المفروض فيه صباح الخير يا عرب، حلو. فانا كنت رايح كالجست عشان اقدم السيزون الجديد بتاع البودكاسترز على شاهد، حلو. فرايح معادي الساعه 9:30 9:15 واقف قدام البتاع قدام MBC يا باشا، وانا جاهز. دخلت بقدم، عارف بتعمل تشيك ان فبتحط البطاقه بتاع، فالراجل عمال يقول لي هو انت متاكد انك هنا؟ اقول له يا عم انا هنا. في الاخر طلع ايه؟ انا في دبي. طلع ان هو في استوديو MBC تاني غير بقى الMBC الهيد اوفيس الناحيه التانية من دبي خالص، حلو. 40 دقيقه اوبا. والساعه 9:09 ل 5 وانا معايا 9:30 ولايف. لا هو جاي بدري 5 دقايق. لا انا بقالي ربع ساعه، ربع ساعه بقالي تحت قاعد مستني فانا فاكر انا قاعد بقى مستنيهم يرنوا لي يقولوا لي تعالى. في الاخر طب ايه ده يا نهار اسود. قمت خدت العربيه كسرت بقى، مش عايز اقول كل اي حاجه. طرت عملت سوبرمان وطرت لبست البدله وصلت في الاخر بجد كانت الساعه 10 حلو. وانا بكلمه بقى في التليفون، عملوا ايه؟ قاموا مدخلين الجست اللي بعدك قبلك. لا مش الجست، كان في اصلا برنامج طبخ في سكشن، في سيجمنت، عارف لما بتطلع من السيجمنت هتلاقيهم بدلوا سيجمنت قاموا مبدلين السيجمنت التاني وخلصوا السيجمنت التاني وهم معايا على التليفون. انت هناك لا طب خد دخل السيجمنت اللي بعديه، قاموا داخلين سيجمنت سياحه وبعدين رجعوا لي تاني. فلا هي والبنت المذيعه ما شاء الله عليها بقت عماله تك شغاله عماله تنط السيجمنتس وعادي ولا كأن في حاجه. فلا في حاجات كتير بتحصل ده خنيق ولا كانت تيجي في دماغي اصلا. استحاله. طيب تخيل بقى كمان ان انت طلعت البرنامج مساء DMC وبدأت والأخبار وعملت فقرة وجيت في الفقرة الأخيرة حصل حاجة للضيف، فالتيم اجتهد وعرف يجيبوا ضيف تاني بموضوع تاني أصلا. البس عشان خارجين. شد حيلك بقى. لو مش مذاكر وما عندكش الزخم المعلوماتي والثقافي المحترم هتلاقي نفسك بتخيش في الفقر. فهي شغلانة خلي بالك، وخصوصا بقى أنا دايما بقول جانرة التوك شو، لأنك طبعا كل برنامج تاني ليه مجهوده. تعمل برنامج فني ليه مجهوده ومذاكرته، برنامج رياضي ليه مجهوده ومذاكرته، بس انت في التوك شو بتتكلم في كل حاجه، فانت محتاج تقرا كتير جدا. لو الباشن بقى نفسك بقى بالظبط، لو ما عندكش الشغف لده انك تبقى بتتعامل مع القرايه زي ما بتتعامل مع احلى اكله بتحبها بنهم، هتلاقي نفسك لا بتقع. انا ما اعملش توك شو لايف. عارف ليه؟ لان انا واثق في نفسي، بس انا مش واثق في اللي معايا، لانه في ناس طبعا لا بيبرجلك بقى في اداره. لا بس ما انت بتشوف المواقف وطرائف اللي يقوم ضرب بس هقول لك على حاجه، الترابيزه وماشي وقالب الاستوديو. ايه ده ليه قله القيمه دي؟ طيب عشان كده دايما شطاره المحاور هو ان هو يبقى وهو بيعمل حوار وعارف انه ممكن جت كريتيكال، لازم يبقى شغال بترمومتر. اول ما النيرف يعلى ازاي يعرف يهبطه، يبريك ذا ايس، يهزر، يرمي افهايه فتهبط الدنيا. ده لو انت التارجت بتاعك انك تطلع بحوار محترم. في حد تاني ممكن يبقى التارجت بتاعه انه سخن، ارمي قرن فلفل، مش عارف ايه، الله دول بيضربوا في بعض، يقعد يتفرج عليهم. ايوه إيه؟ في لقطه 3 كده مشهورين قوي، في لقطه هو شايف فيوز في دماغه شايف لايكات قلوب عماله تطلع جنب وشه كده وشاهد قبل الحذف بس اللي يضرب كريم على الهوا وبتاع، فلقطه فاهم. طب ايه اوحش موقف حصل لك زمان قوي 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 اول ما بدات؟ ويعني هتحفظ على الاسم طبعا، بس احدى الضيفات الكريمات كانت معايا في حلقه وبناخد مداخلات وبتاع، ودخلت مداخله شتيمه اصلا. مساء الخير احنا بنحبك جدا، الله وانا بحبكم، مبسوطه ان انت يلا فاللي عامله المداخله اللي جنبيها سحب التليفون، فلانه الفلانيه الله تلقائيا بقى انا عشان اغطي اعمل ايه، قمت قاعد كحح بصوت عالي ومغلوش مرجع، قمت مرجع في نص على ما يسحبوا اغم عليا يسحبوا المداخله. حاول فده كان من اوحش المواقف، وخصوصا كمان ده كان في بدايه بقى الكارير، لسه في بدايه لما بدات احط رجلي ان اعمل لايف شوز اصلا. وكان برنامج لطيف يعني فلافي، مش حاجه جد قوي، مش حاجه محتاجه كل الشتايم دي يعني. لا خالص. وعلى فكره كانت فقره اصلا يعني ما فيهاش اي كونفليكت. ايوه فيهاش اي صراعات، دي كانت فقره لذيذه ولطيفه جدا جدا، بس ما تفهمش بقى. طب عمرك حصل لك حاجه زي كده في لايف؟ انك مثلا لايف؟ لا قصدي لايف، قصدي معلش سوري، انا دايما في حد قدامه يعني اللي هو لايف ازل مثلا في جمهور ضيف بقى قدامك وانا بقى MC مثلا. لا يعني ما حصلتش، لان اغلب الايفنتس اللي بعملها بتبقى يعني المدعوين بيبقوا ناس منتقاه،
ماشي. فما فيهاش لا بس قصدي عمرها مثلا لا، ما هقول لك الاوتو أنا. كيو مثلا هقول لك راح الاير بيس حصل في حاجه لا فالدنيا هقول لك كان في ايفنت بعمله قريب بدون ذكر الاسم يعني وكان معايا فيه كوهوست شخصيه لذيذه جدا امريكاني. فاول ما طلعنا اون ستيج هو اللي بدا يتكلم نسي يفتح المايك بتاعه اصلا. فانا تلقائيا قمت رايح جنبه قلت له خلي بالك المايك مقفول وقمت انا متكلم بقى ان مساء الخير واهلا بيكم معانا وعايزين نرحب بالنجم الكبير تاري كروز لحد ما خد باله قام فتح المايك وبتاع قلت له يلا يا تاري جو اهيد قام بادئ بقى هو. اوكي لو ما عندكش سنس اللايف انت هتلوص. بقول لك ايه، انا مالي انا فاتح مايكي واطلع اتكلم وابص له بمناسبة هو على فكره بمناسبة الام سي الام سي دي يا جماعه اللي هو لما بيجي استاذ رامي رضوان مثلا يروح في حفل كبير جدا افتتاح مثلا حاجه او تبع شركه او تبع الدوله حتى ويقوم طالع على المسرح وهو اللي يقدم الحفله كلها وهو اللي يقدم الناس وحفله مش معناها هشك بشك حفل تكريم حفل يعني فاعليه فاعليه ايفنت. فده اسمه ام سي يعني بيجي هو مثلا يقولوا حد انا عايزك تام سي او انا يجي يقول تام سي وكده. انا بقى زمان لما كنت بعمل اكس فاكتور وايتي بالعربي انا كان في حته كده كنت شايف نفسي فيها قوي فاهم. فلما كان بيجي لي ام سي اقول لا دي قله قيمه مش عامل كده وبتاع حاجات كده. زمان قبل ما انتوا اصلا اتك على زمان تاني بس زمان ماشي. وكنت الحاجه الوحيده اللي عملتها دبي انترناشونال فيلم فيستيفال مهرجان دبي ايه الدوري السينمائي ده وكنت انا ورايا بالراشد وعملنا بص بوم كانت حلوه قوي. فقلت بص عارف انت الجو اللي هو ايه يالا السوفيستيكيشن ده قمت ايه انا هسيب نفسي بقى في الحته اللي فوق دي مش هعمل ايه ام سي تاني. انا هعتزل في المجد. ايوه وقت مجدي مع ان اصلا كانش في مجد كان الوحيد اللي انا عملته اصلا تمام بس عشان أيوة بعمل انت عملتهم فيها فعشان كده بصراحه كانت مهم. ف كانت اكسبيرينس لذيذه جدا بس قلت ايه انا خلاص مش هعمل كده تاني. بس الناس شايفاني في اكس فاكتور فعارفين انه ايه لا يجي منه وكده لحد ايه ما انت ابتديت تعمل ام سي بصراحه انت وناردين فرج فحسستوني اللي هو ايه ده طب ما هو بقى شيك اهو ما هو في الشيك حلو اهو فاهم. قمت قايل ايه طب انا هعمل فجالي كان بيجي لي كنت بعمل عبيط كده المهم جالي فقمت ايه قمت رايح ما اعرفش حكيت قصه طويله قوي المهم يعني عشان السؤال بتاعك. فالمهم دخلت في الحفله فبقدم بقى خلي بالك بقالي من بقالي 7 سنين او 8 سنين ما عملتش حاجه فانا اصلا بصراحه كنت مقلق شويه. فدخلت وبتاع ومرحبا وفي النشيد الوطني اوعى تقول لي غلطت لا يا ريت. فجيت وبتاع ونرجو الوقوف احتراما للمش عارف ايه فلنا النشيد الوطني جمهوريه مصر العربيه والناس كلها وقفت يا وزراء وحاجات وبتاع وانا واقف انا اللي موقفهم واقف مش حاجه اشتغلت واقف مفيش حاجه اشتغلت. ابص على الدي جي اقول له يقول لي مش معايا انا مع الناس اللي هناك الله يخرب بيتك. طب انا وقفتهم يعني حتى مش هقدر اجود بقى بلادي على طول عملت كده ايه ده برافو عليا عملت كده غنيت النشيد الوطني كله لحد ما قام داخل الدي جي قام شغلها على الاغنيه عمل ريميكس دخل بريميكس والله اتلحقت بس انا قاعد بفكر ان هم كلهم واقفين فانا حتى ما اقدرش اللي هو اقوم مكمل السكريبت طبعا ما انتوا واقفين وقفتكم ليه فاهم قصدي. قمت مغني بقى مغنيتها بقى بصوت الجعر ده فاهم بلادي. لا كمل كده عشان عايز اعرف الجمهور شاف ايه سمع ايه يا ريتك فضلت ساكت يا اخي. دي احداث بقى الاول قبل ما اول ما بس بدل يغني الناس بصت لبعض قامت قاعده اللي هو ايه. طب حلوه شغلانه الام سي دي بالنسبه لك يعني انت بتحبها؟ بحبها لذيذه ممتع ان انت تبقى بتحتك بالجمهور بصوره مباشره بس انا فيري بيكي في الحاجات اللي بعملها يعني مش اي حاجه على ايه بقى. لا يعني اي حد بيبعت لي عايز لايفنت لازم يبعت لي الويب سايت بتاع الشركه واقعد ادرس مين دول وعملوا ايه فيا اما بقى ابروف يا اما بعتذر. مش اي حد بطلع معاه لانه خلي بالك برضو ساعات الناس اللي مش بروفيشنال شويه بتلاقي الموضوع بيقلب عشوائي جدا. فالعشوائيه دي في الحفل نفسه طبعا بقى وتلاقي قبل ما تطلع يقول لك طب بص احنا فلان اللي هيطلع يتكلم لا مش علان وترتان وطب بقول لك ايه الاسم الفلاني وتيجي تقول لهم طب بروتوكوليا لازم في الضيوف نرحب بكذا كذا 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 في الاول لا رحب على طول يا جماعه ما ينفعش فاهم. فعشان كده بقيت فيري بيكي في ايه الايفنت اللي هعمله بكراود عامل ازاي بالحاجات دي كلها يعني ليها حسبه كده حسابات بحسبها عشان اخد قرار انه هعمل ده او مش هعمله. اوكي حلو. لا بس انا مثلا بالنسبه لي بصراحه بما ان انا واحد مش في الحته دي انا استحاله
اطلع اعمل ام سي ويا لهوي لازم لا، تجرب، ما انت مش هتعرف لا إلا لما- مخيفه فكره اصلا مخيفه ان انا واقف قدامي ناس قد كده وكله قاعد مستنيني اقول لهم حاجه. بص، في ناس بتشوفها مخيفه وفي ناس بتشوفها ممتعه. يعني بتاخد منها انرجي كده. انه وفي الناس ناس بتتخيل انا ما عنديش مانع انه هو يعني دي سهله قوي، لا. تعالى حط بقى في لا، لا، ستيج مش شوف سهلة، الناس. لا أنا لازم احكي لكم على اول ايفنت اي واز ام سينج. ده اول ايفنت في حياتي بقى زمان قوي، كان ايفنت البيبسي خلاص، وحفله لعمرو دياب. فانت تخيل ان انا طبعا. اول مره هقف اون ستيج قدام الجمهور، رعب. جمهور الهضبه. انت جمهور متخيل بقى ده الافات يعني، آلافات. حفله كبيره. وبعدين انا اصل ممكن طالع تبقى حفله شركه بيبسي، فاللي هي مثلا فيها 1000 واحد. بيبسي اللي عامله الايفنت، وفي اكتيفيشن كان براند تاني عامله قبل على طول لعمرو دياب خلاص. فطبعا انا قعدت اللحظه افكر قبل ما اطلع، انا كجمهور واقف مستني الهضبه يطلع، مين ده؟ بس الاكتيفيشن كان لذيذ، كان كوره فري ستايل بس. فقلت ايه، انا لازم، ودي التركات الواحد بيلعب بيها بقى لما يطلع اون ستيج، انك تشد الناس معاك. فاول ما طلعت بدل ما هقدم وبتاع، طبعا بعد مساء الخير ومنورين والنهارده وان شاء الله حفله جامده ومش عارف ايه فقلت الناس دي جايه ليه؟ عشان الهضبه. طب العب بقى في المنطقه دي. فقلت لهم مستنيين لنا الهضبه يطلع. كله ركز بقى. لحظه التركيز دي خلي بالك، الفيدباك هنا مهم. فاول فيدباك يوجولي ما بيبقاش الاعلى، فتعمل ايه؟ تقوم متني السؤال، لا يا جماعه طب ما هو كده مش هيجي، مستنيين الهضبه. الناس ولعت، ده اداني انرجي بقى خلاص. طيب هو هيبقى معانا كمان شويه وبتاع وتعالى بس طب هو مش نشجع جاي النجوم اللي طالعه. عدينا الاكتيفيشن الظريف اللطيف، قدمت الهضبه، نزلت اوف ستيج. اوكي. في تريكات بقى انت في اللايف لازم تلعب بيه، لانه مثلا كان في ايفنت عملته من فتره مش بعيده يعني، فجيت في جزء وانا كان في نص مش قليل يعني، فانا عارف اوريدي انه لما اقرا كل ده الناس هتبدا ترغي مع بعض وبتاع، طبعا هتفقد تركيزها شويه وكلام من ده. 100%. فلازم تلعب مع الجمهور. فتحبوا اكمل ولا اقول لكم مفاجاتين؟ فانا طبعا متوقع الرد هيبقى ايه، حصل انتراكشن. قول المفاجاتين. لا يا جماعه يعني اقول المفاجاتين ولا اكمل؟ لا قول المفاجاتين. قلت لهم هم مش هيبقوا مفاجاتين، انا كده كده لازم اكمل، وقمت مكمل. فركزوا معاك، أنا مستنيين مش هستجيب للي عايزينه، لان مش هينفع اعمل ده عشان هم حاجات المفروض تتقال في الاخر. ايوه مفهوم. بس at the same time لعبت بالحته دي عشان اشدهم معايا. كملنا بقى الباقي، لا الناس هديت، هم مستنيين المفاجاتين في الاخر. الله ينور عليك بالظبط. فلا في تيبس اند تريكس كده وانت اون ستيج لازم تلعب بيها. حلوه. انا على فكره ما عنديش مانع ان انا في دماغي يا ما اعرفش، متخيل ان انا لو حتى طلعت مثلا اعمل حاجه زي كده، اطلع ارتجل، لكن اطلع وكمان يبقى في حاجه انا بقرا منها، انسى. لا سيبوني بقى اطلع بقى لحظه انسى. اهلا وسهلا بكم في حفلنا. لحظه يا حبيبي. اطلع هشوط بقى، سيبوني بقى اهزر بقى وزي ما تيجي. when you don't get for brand ما عندكش رفاهيه الارتجال. انا عارف وفي حاجات مطلوب انها تتقال، كي ووردز لازم تتقال، وده يتقدموا الاول، هتطلع امتى، وفي فيديو هيتلعب امتى، وفي اللحظه دي لما تقدم فلان الفلاني هيبقى عامل حساب ان هو هيطلع. ففي سيكونس معين ما ينفعش ان انت. بس انا ده بالنسبه لي لذيذ لان هو مترتب. والناس اللي قاعده ناس جايه عارفه ان هي هتسمع كده. بس انا مثلا اللي اطلع مع الهضبه والشعب، اصل واحد ممكن يطلع يشتمني فكله يعمل، عارف جو الاهلي والزمالك، ممكن اتعمل عليا حفله. ايه ده ليه؟ طيب فاهم. هو اصلا احساس ان انت طالع عارف ان هم مش عايزينك، هم مستنيين الراجل اللي دمه تقيل قوي فعلا، دمه تقيل قوي بصراحه. ايوه انت مين يلا. عشان كده لازم تنكشهم بقى بتاع وتجراب ذير اتنشن عشان تعرف تكمل. عايز بقى ارجع في حته جد كده في الاول وانت بتحكي في اول الحلقه. احنا حلوين معلش والله عشان كده ننكشك فيها. ننكش في اول حلقه انت كنت بتقول ما ينفعش اكلم جمهور مثقف بالعاميه، وما ينفعش اكلم جمهور عايز ترفيه باللغه العربيه الفصحى. دي انا معاك. انا جاي في هلس او جاي في ترفيه، وانت طلعت قلت لي ماذا بكم ايها لا مش هتضايق منك. انما ليه فكره ان انا مثقف لازم اسمع باللغه العربيه؟ ما هو انت المثقف الحقيقي بينزل في الشارع بيتكلم عاميه. فانا بحس ان هي دي اقرب واسهل طريقه انت ممكن توصل بيها للشخص سواء مثقف او مش مثقف. ولو زي ما انت قلت عملتها للمثقف فقط، لو حد مش مثقف جه يتفرج عليك مش هيبقى عايز يتفرج برضه. طيب بص هدي لك اكزامبل ممكن يقرب الصوره شويه. كان عندي خلي بالك انا بسالك عشان انت بتعمل ورشه وانت راجل عميق، فانا بتعلم منك. ولا عميق ولا حاجه. بص كان في ايفنت بعمله في
تبع احدى المؤسسات الكبرى في مصر، خلاص، مؤسسه رسميه يعني. والحضور اللي موجودين كلهم في شغلانه تحتم عليهم انهم يبقوا متقنين للغه العربيه، محنكين جدا. حلو. فساعات لما بطلع اتكلم باللغه العربيه مش شرط اشكل كله، ليه؟ لسلاسه الكلام عشان يبقى سلس اكتر. بس جيت في ايفنت زي ده قلت انا هشكل كل حرف بتكلمه. ليه؟ لان انا عارف اللي قدامي محنكين في اللغه العربيه، فانا عايز اقول لهم احنا I can do it. فاهم؟ انا هوريكم برضه العربي احنا جامدين فيه ازاي. فلما ركزت جدا مثلا في الحته دي، بعد ما خلصت بعضهم جم بيسلموا عليا وبرافو عليك وكده، وحد منهم قال لي على فكره كنت مستني امسك لك غلطه في اللغه العربيه، بس بسم الله ما شاء الله. قلت له يا فندم ما انا كنت قاصد عشان اوريك برضه ان احنا جامدين زيكم. فاهم؟ اللي اقصده هنا ايه؟ انه ما المثقف هيسمعك باللغه العاميه عادي، بس لما تيجي تكون بتخاطب المثقف، الطبقه المثقفه، وبتحدثهم في شيء ثقافي جدا عميق، يستلذ بانه يحس ان لا ده الراجل ده. بس انت بتتكلم في انت دلوقتي بتقول كنت يعني بتقدم لمؤسسه وكده، فده كان حفل. لا انا بتكلم في برامج وحاجات تلفزيونيه او على الديجيتال او على المنصات وكده. تخيل انت بتخاطب الطبقه من، يعني عامل برنامج مثلا بتخاطب بيه الادباء والشعراء، خلاص، الشياكه والثقافه ماشي، عن الشعر مثلا والعمق فتيجي وانت في وسط الكلام معاهم وتقول الموضوع ده كان قشطه يعني، فاهم؟ لا ماشي. انا هنا بقول مش قصدي قوي كده يعني. لا ما انا عارف، انا بقول اكستريمز، بس هي عشان نبسط الموضوع للمشاهدين، انه طبيعي جدا وانت بتعمل اي كونتنت لازم تفكر في الجمهور المستهدف عشان تقرب المسافه. يعني لما اجي النهارده مثلا اعمل برنامج عايز او التارجت اودينس بتاعي الجمهور المستهدف الشباب، لازم اقرب لهم، لازم اروح لهم في افكارهم، في طريقتهم، في لبسهم، لازم عشان ما يحسوش ان في جاب موجوده. فاهم قصدي؟ قيس ده بقى على كل الكاتيجوريز. يعني لو مثلا هعمل برنامج بخاطب بيه كبار السن، ما ينفعش اعمله الساعه 12 بالليل، ضرب الزبادي ونام خلاص مش معايا. فاهم؟ فكل ده انت بتقعد تفكر فيه. متنمر بالاباقه. عرفت؟ الزبادي وحش. انا اموت في الزبادي بس اهو ضرب الزبادي ونام. انت ابتديت كان سنه كام؟ بدايه الرحله خالص 2006. 2006 دي البدايه، بس في ما قبلها شويه. ايه كان قبلها ايه؟ يعني قدمت في كذا قناه وعملت انترفيو وعملت كاميرا تيست، واللي هنرجع نكلمك. هو انت دارس ايه؟ ما ترجعنا ورا خالص. انت قاهراوي؟ اتولدت هنا؟ لا انا اتولدت في الكويت، بس اول ما اتولدت جينا على طول. وحرب الخليج قمت جيت؟ لا قبل الحرب الحمد لله. اوكي. يعني ما ولعناهاش وجينا. ما خسرتوش فلوسكم والجو ده يعني. يا عم ربنا يستر. انا بقول لك اصل كلنا حصل لنا كده، اشمعنى انت؟ لا انا اتولدت في الكويت 5. هو ده بينفسن مش اكتر على فكره. ونزلنا يعني بعد ما اتولدت كملناش سنه تقريبا واهلي نزلوا على مصر. ودراستي بقى الجامعيه دارس ماس كوم اعلام في جامعه امريكيه. فانت من هو انت الطريق لا كله؟ لا الله، انا خلصت هاي سكول خلاص، رايح اي يو سي الادميشن بقى وكده، كل اللي في دماغي ايه؟ كمبيوتر ساينس اصلا. ليه؟ انا شايف ان ده الان جدا ومهم، وبحب انا الكمبيوتر وبتاع. حاسبات ومعلومات. حاسب من اللي بتقوله. المهم ف دي حته احمد سعد عشان كان لسه معاكم. سمعت عليه؟ لا انا ما سمعتش كويس، وانا بحاول الحمد لله ان هي عدي. اتمنى تكونوا ما سمعتوش. كنت طب خد احساسك من وشي. فالمهم انا اختي اكبر مني بسنتين. فدخلت الجامعه وادميشن، ورحت المبنى كان الاولد كامبس بتاع اي يو سي. اوكي. مبنى الفلكي هو اللي كان فيه انجينيرنج وكمبيوتر ساينس وبتاع. فدخلت كده بصه، فلقيت من دفعه اختي وبتاع، اللي دقنه كبرت وشعره طول واللي لبس نضاره. يا جماعه في ايه؟ انتوا ايه اللي جايبكم دلوقتي؟ اصلا الجامعه لسه ما بداتش، عندنا بروجكتس. قلت لهم ربنا معاكم. خرجت من المبنى مش كمبيوتر ساينس. شفت الناس اللي في الكمبيوتر انا مش ساينس. هدفن نفسي في التعليم للدرجه دي، لا مش انا عايز البس قميص مشجر وبتاع اروح الساحل. حصل. فقعدت طب انا هعمل ايه؟ فرحت الادميشن وقدمت وبتاع. رجعت قعدت اتكلم مع ابويا، قلت له بقول لك انا مش كمبيوتر ساينس. قال طب ايه؟ قلت له بزنس. فقال لي ماشي يعني. بس طب انت ابوك بيشتغل ايه؟ ابويا قطاع خاص، عنده شركات ومصانع بزنس يعني. قلت بس بزنس عشان اكمل الطريق يعني. وبعدين قال لي طب فكر وبتاع. المهم ايه؟ قلت طب بس ماسكوم ادفرتايزنج، ليه؟ افيد بقى شغل ابويا في الادفرتايزنج وبتاع. تكمله وكلام من ده. حلو. اللي انا بقول لكم ده بيقول لكم ان مش من وانا صغير بحلم ان ابقى مذيع وبتاع وبقعد اتكلم قدام. ما فيش الكلام ده خالص. ليه؟ لان ده بني ادم كان اليوم اللي عندي فيه برزنتيشن ده يوم لعنه، بتكسف جدا.
وهقوم اعمل البرزنتيشن مضطر، فهتلاقي بقى ودني احمرت وايدي وأحمرت سقعت إزاي. وفاهم وزنهرت وبتاع. اول دقيقتين الدنيا تمشي تمام، خلاص ايه ابتدي الستريس يقل شويه. اول ما تسال سؤال كريتيكال تلاقي الستريس ضرب تاني، تلاقي بقى قلبك فده بيدق اكيد مش وبتاع. هيشغل مذيع يعني. المهم خلاص ادفرتايزنج. ميزه اي يو سي بقى لما بتخش انت مش مطالب ان انت تديكلير من الاول الميجر اللي انت عايزه. عندك فتره كده يعني تستعد ممكن فيها. تخش كده سلام عليكم ما هو دخلت وبعد سلام كده عليكم. تقرر بالظبط. انا عايز ابقى في بتاخد بقى شويه electives، بتنقي ايه من هنا ومن هنا ومن هنا عشان تحدد البوصله بتاعتك عامله ازاي. فخدت كورس بنعمل فيه نشره الاخبار بتاعه الجامعه، والستودنت الطالب في الكورس ده مطالب انه بيقوم بدور كل شويه، فشويه تبقى ساوند تكنيشن، شويه تبقى كاميرا مان، شويه تبقى البروديوسر، في شويه الليله تبقى كلها إيه؟ ورا شويه وقدام تبقى مذيع. الكاميرا. فطبعا العبد لله عملت كل حاجه قبل ما اقعد قدام الكاميرا. مش عايز، عارف اسماعيل ياسين في الفيلم بتاع كان اسماعيل ياسين في البحريه تقريبا، اللي هو دوره ينط في المايه فبيزق اللي قدام، انا كنت عمال اعمل كده في حته الكاميرا دي. خلاص لحد ما مفيش اوبشن، خلاص كلهم خلصوا فاضلش غير انا. بص ورايا وبتاع. فالبروفيسور قال لي رامي قلت له ما بلاش. قال لي مفيش، لازم. فقلت طب امري لله. فدخلت قعدت قدام الكاميرا، ودني تحمر، وشي يزنهر، ايدي تسقع. بدات عدت دقيقه، دقيقتين، 3. طب ما الدنيا حلوه اهي، طب ما ايه اللذاذه دي، وخلصت. اللفه دي بقى بنعملها كذا مره. فجيت في اللفه الثانيه الستريس ليفل اقل، ثالثه اقل، الرابعه انا اللي عايز اروح، الخامسه مستني اروح تاني، لحد ما خلصت الكورس. وبعد ما خلصت الوحيد اللي اداني سيرتيفيكت قال لي عشان نقله البرفورمانس اللي حصل من واحد مفيش خالص قدام الكاميرا كان كله بقى الحمد لله يعني. بس فهنا بقى بدات تلعب في دماغي، قلت بس اقفل بقى بلاها سوسو، خد ناديه، مش ادفرتايزنج، جورناليزم وبرودكاستنج. اوكي. فدخلت بقى في المنطقه دي. ولما دخلت فيها كنت طول الوقت في الصيف دي ما بيني وما بين ابويا كده شغل شهر وشهر، يعني في الاجازه الشهرين، شهر شغل مع الوالد وشهر اعمل اللي انت عايزه بقى، سافر روح اللي انت عايزه. اوكي. فطول الوقت كنت بشتغل مع والدي يعني، لحد ما اتخرجت وبقيت بشتغل مع والدي برضه. وبعد وبعدين في تويستايه كده معينه لا داعي لذكرها قوي، مش مهم يعني. فقررت بقى ان انا ايه اتجه الى الاعلام. فقدمت هنا وقدمت هنا وانترفيو هنا ومش عارف ايه وبتاع. بالراحه بقى في الحته دي ما صابتش عشان خالص. انا دخلت الاعلام كفته. يعني حظ بصراحه. كانت مسابقه مذيعين وكسبتها، وكانت قصه كده. فاكر ميلودي بريمير زمان ام بي 1 كنت انا والله يرحمه عمرو سمير. وده انطلقت من هنا وسبت، ورجعوني بعدها ب8 سنين على اكس فاكتور عدل. فانا قصتي يعني ايه ارميها في الزباله. احكي لنا بقى بالراحه الدخله ازاي، لان انا بجد بتسال كتير قوي. انا عايز ابقى مذيع اعمل ايه؟ انا بعرف ارد. عايز ابقى ممثل اعمل ايه؟ لان انا مسح بكرامتي الارض عشان ابقى ممثل. لكن في الاذاعه انا ما بعرفش اقول ايه. ما انا بقيت بستغرب السؤال ده دلوقتي، لانه يا جماعه ما الديجيتال وورلد موجود اهو. فتح. انت ليه عايز تروح في التلفزيون؟ فاهم؟ انا بستغرب السؤال ده دلوقتي فعلا. اظن يعني ان هو بيبقى حلم. ما هو الحلم ده لازم اصحابه يغيروا بوصلته. ليه؟ لان انت يعني لما انا بدات من 2006، انت لما تيجي تبص 10 20 سنه لقدام التلفزيون معاك بقوته، ما كانش فيه العالم الديجيتال ده. انما النهارده في ناس بتظن انه لقطه ان انا طلعت على التلفزيون هتشاف بقى الناس هتشوفني. لا، انت النهارده واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون هتدي فرصه امتى وانت بتقلب لقيت مذيع جديد انك تسمعه؟ النهارده مختلفه، صعبه قوي النهارده مختلفه. طيب انت عايز تشتغل مذيع وحاسس ان انت عندك الحته دي وهتبقى جامد فيها، يا سيدي افتح كاميرتك في بيتك ولا في مكتبك واطلع غيص. بس في الحاجات اللي هي بتبقى الاخبار، البرامج المعينه المجعلصه دي، بيبقى هم حلمهم يطلعوا يعملوا حاجه ما بتبقاش ديجيتال، ممكن هو يعملها بالطريقه اللي هي في المنزل. صح اللي صح. هي بس هرجع بقى لسؤالك انه البدايه كانت ازاي. ما اعرفش حد مجال، ما اعرفش فيه بني ادم. فعملت ايه القنوات اللي موجوده كان وقتها كانش عندك غير ART ومشفره، دريم والتلفزيون المصري والمحور كانت لسه بتقول ها. خلاص فرحت قدمت. في اللي قدمت لهم ولا كلموني، وفي اللي قدمت رحت عملت انترفيو، طب هنرجع نكلمك مش هتكلم. وفي اللي قدمت ورحت عملت كاميرا تيست، فهنا بقى حسيت انه في ستاب جديده هتيجي اهي هنرجع نكلمك، برضو ما اتكلموش. فاصلا جمله هنرجع نكلمك دي بقت عامله لي عقده. لحد ما طب اعمل ايه ما انا مش عايز افضل حاطط ايدي على خدي
فنكشت كده شويه وعن طريق ابويا وبتاع، فساعدني في ان انا اعرف احصل على فرصه تدريب في التلفزيون المصري. تدريب اوكي في الشغل ده لو زي الانترنشيب يعني اللي بيبقى في مثلا الشركات بالظبط واسطة بلا يعني. مقابل بلا اي حاجه. واسطه يعني. واسطه ايه؟ وانا اشتغلت، انا ما بقول انت لك بتقول تدريب. صاحب ابويا. تدريب راح واسطة من يعني. غير ما فلوس يعني. اشتغلتش يا جدع الله. واسطه، هو في ناس مش عارفه تجيب تدريب. طب ماشي مشيها واسطه، مشيها واسطه. بس هقف عند كلمه واسطه دي عشان بحزن جدا لما بلاقي انه بعض الشباب في جامعه وهيتخرجوا او اللي اتخرجوا بيبذلوا مجهود غير طبيعي في البحث عن الواسطه، مش اللي هو البحث عن الشغلانه. لو بذلوا نفس المجهود في البحث عن الشغلانه هيجيبها. هتصيب. ليه بقى؟ لانه فتره التدريب اللي انا بقول لكم عليها دي استفدت منها الاستفاده الرئيسيه ان اتدربت على اللغه العربيه. انا علاقتي باللغه العربيه كانتش احسن حاجه وانا في المدرسه. فالمهم ايه، لما جيت خلاص نويت ان انا اشتغل الشغلانه دي، ففي بعض الادوات اللي معاك لازم تبقى جاهز بيها. ففتره التدريب في ماسبيرو في قطاع الاخبار هنا كان في راجل يعني رحمه الله عليه عظيم جدا، استاذ عادل نور الدين، لما قعدت معاه كان نائب رئيس قطاع الاخبار وقتها. الله يرحمه. فانت خريج ايه؟ قلت له جامعه امريكيه. قال لي جامعه امريكيه والعربي وكده. قلت طبعا. له لا مش وحش يعني. قال لي طب الجورنال قدامك اهو، اقرا لي خبر. فقريت. قال لي والله مش وحش، بس ايه رايك نظبطه شويه؟ قلت له جدا. قال لي طيب هتروح لدكتوره لمياء، وكنت اتمنى ابقى فاكر اسم الاسره يعني الفاميلي نيم عشان اقدر اذكره، لانه هذه السيده الفاضله كان ليها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، طريقتها حببتني في النحو جدا. هنا بقى بدات اشوف قد ايه اللغه العربيه دي لا هي مش مجعلصه، دي اكتر لغه غنيه في العالم، لغه ثريه جدا. بدات اقع بقى في غرام اللغه العربيه والتشكيل والنحو. فعرفت بقى وقتها ان في قناه جديده بتفتح بتاعه رجل اعمال مشهور جدا اسمه نجيب ساويرس. مهندس نجيب موبينيل تلفزيون اون تي في ننكش في الموضوع. لا كانت او بقى كانت ايوه ايوه. طب نروح نشوف ايه الموضوع ده. فرحت قدمت في او تي في، حطيت السي في عند الامن، حضراتكم بقدم لو في فرصه وبتاع. طيب تمام شكرا، السلام عليكم السلام عليكم، ومشيت. بعدها بكام يوم جالي تليفون، رامي رضوان يا فندم، طيب احنا قناه او تي في وكده وعايزين نقعد معاك. حاضر يا فندم، اجي امتى؟ كذا في كذا في كذا. تمام. رحت قعدت معاهم انترفيو، كلمه من هنا على كلمه من هنا مش عارف ايه. طيب هنرجع نكلمك. ابتسمت. انا عارف الجمله دي، هتوحشوني. انا عارف الجمله دي، اشوف وشكم بخير. ومشيت. خلاص هنرجع نكلمك عشان نشوف ميعاد الكاميرا تيست. ماشي. فمشيت. بعدها بكام يوم رجعوا كلموني، فضلك تعالى لنا على المكتب. حاضر. وقتها بقى كنت ساكن في مدينه الشروق والمكتب كان في الزمالك. خلاص. فنزلت رحت، خير يا جماعه الخير. قالوا لي بص احنا كان المفروض ان احنا بنكلمك عشان كاميرا تيست، مش هنعمل كاميرا تيست، انت هتنزل تصور تقرير كريبورتر يعني. فقلت لهم تمام. لا هاخد خطوه لورا الاول، بس انه انا مقدم السي في انا عايز اشتغل مذيع. بعد الانترفيو اخره قال لي طيب بص يا رامي احنا هنرجع نكلمك، بس عايزين نقول لك انه البرامج اللي هنبدا بيها كمان كام شهر اتسكن عليها المذيعين خلاص، فالفرصه اللي موجوده عندنا مراسل تلفزيون تي في ريبورتر. تمام بالنسبه لك؟ قلت لهم موافق. ليه؟ لان في اللحظه دي انا بفكر في ايه، انا عايز احط رجلي، عايز تخش مش مهم. بس واو انت بدات وعايز اقول لك بقى، ودايما ده بقوله في الورك شوب، لو رجع بيا الزمن وكان قدامي اختيارين وانا نبدا كتي في ريبورتر او مذيع في التلفزيون على طول، هختار تي في ريبورتنج. لا انا اختار مذيع عادي. اقول لك ليه بقى؟ لانه لما اشتغلت مراسل انا لفيت حتت في مصر اتحداك ان انت رحتها. ده نمبر 1. نمبر 2 عشت حاجات مع الناس عمري ما كان هيبقى عندي فرصه اعيشها. فبالتالي بس اتعلمت ايه؟ ما هتلاقي اتعلمت كتير قوي. هدي لك اكزامبل بقى. اتعلمت لدرجه انه لما نزلت في فتره عملت تغطيه للانتخابات كمراسل، وجي اليوم اللي انا قاعد في الاستوديو وبكلم المراسل، انا من اول سؤالين 3 ببقى عارف هو وصل امتى وشاف ايه، فبالتالي ما زنقوش في الحته دي، او هديله فرصه يجمع معلومات اكتر، او هساله اسئله جنرال عشان اديله فرصه. فانت شايف كل ده لان انت ما كنت مكانه. فانت فاهم وعارف بقى انه هناك الخروقات الانتخابيه ممكن تحصل ازاي. طب في حد قاعد بره بيقطع فلوس، يعني انت شفت الاكسبيرينس كلها عشتها. فوانت قاعد في الاستوديو انت عينك شايفه اللي هو المفروض يكون شايفه، غير لو انت بقى فروم داي 1 انت قاعد في الاستوديو كل ده انت مش شايفه. هتبقى بتكلمه من حته ما فيهاش التفاصيل. صح جدا. والمراسل اللي معاك بقى يبقى مستمتع
لما يحس ان انت فاهم هو شاف ولا ما شافش، بتبصوا لبعض فاهم؟ وبتاع. فطيب هنرجع لك مره تانية، فخلاص اديله فرصه ان انا هو ايه، لا لم معلومات اكتر. انتوا بتلعبوا لعبه اللي هي الو مش سامعه وتديله فرصه دي؟ وارد طبعا. لو انا سالت المراسل السؤال وحاسس ان هو بيتزنق ممكن يلعب يلعب لعبه اللي هو انا مش سامع وبتاع. ماشي. بس بحس سامعك من الدي جي. والله ساعات لا بس ساعات بتبقى بجد. ماشي. ان فعلا الصوت ممكن يكون حصل فيه مشكله. اكيد كتير بتبقى بجد، بس معظم الوقت يعني معظم النتورك احنا بنتكلم بعض ما بنسمعش بعض اصلا في العادي. التليفون ما بتسمعش، فانت متخيل بقى كل الحاجات دي. بس فنزلت مراسل فلما رحت قعدت معاهم بقى لي خلاص مش كاميرا تيست، هتنزل تصور. تاني حاجه بقى ايه التقرير، حفله فرقه وسط البلد في مسرح الجمهوريه. ايه اللذاذه دي؟ لذاذه، انا بحبهم فاهم. بس فرحت، ربنا ما يوريكم بقى انه انا عارف ان ده اختبار بالنسبه لي. عملت الانترفيوهات تمام مع الفرقه ومع الجمهور وكل حاجه، وجيت بقى البيس تو كاميرا واو تي في. خد بقى عندك اللغه العربيه اللي وقعت في غرامها. او تي في الاستراتيجي بتاعتها كان مش عايزين لغه عربيه فصحى، عاميه طبعا، عاميه بس الشباب وبتاع. فوانا عمال اقع في غرامه النحو واللغه العربيه عشان تيجي تقول لي عاميه. بس لو ما كانش بقى ده موجود اللغه العربيه دي، بعد ما عدى الزمن كنتش هبقى جاهز لحاجات تانية كتير طبعا. يعني او تي في كان عندهم استراتيجي عاده في عرف التقارير التلفزيونيه، المراسل لو هيطلع قدام الكاميرا بيطلع مره واحده، يا في الاول يا في الاخر يا في النص، وكل حاجه مسببه. رجعوا كلموني تاني عايزين نصور تقرير تاني، حاضر. في الثالث، في الرابع، في الخامس، رامي انت معانا. اول مرتب بقى كان قد ايه؟ كان يا دوبك ملمس في الثلاثه 3000 جنيه، وده كان رقم كويس وقتها. مش وحش ومش حلو، بس يعني تمام. انا كرامي بقى الرقم ده استقبلته ازاي مش شايفه. انا كل اللي شايفه ايه، انا عايز احط رجلي في المجال ما اعرفش في حد ده عشان اثبت نفسي. صح. اثبت نفسي لنفسي، اثبت نفسي لابويا اللي احنا قررنا ان انا مش هكمل في الشغل، هجرب مجال تاني خالص، فاهم؟ اثبت نفسي لاسرتي، اخليهم شايفين انه والله ده ايه ده فخورين ومش هنسى بقى اول تقرير اتذاع ليا، ده فرح والله بنزغرط في البيت يعني طبعا، ساعات، والجيران بقى بيتفرجوا كله بقى مستنيين محمد فريد. وليه ده برضه بقوله لما جاب له البطيخ بيتفرج عليه. بما ان انتوا بودكاست اديوكيشنال، ساعات كتير جدا بلاقي انه الشباب الصغير بيفكر في اول خطوه انا هقبض كام. مش ده المعيار. وهنا كنت في مره نلت شرف ان عملت انترفيو مع سير مجدي يعقوب. عملت مش عايز اقول لك دي كانت لحظه يعني كنت بحلم بيها. ودردشنا في المنطقه دي شويه. ف جوهر الكلام اللي قاله انه الانسان لازم دايما يبقى عنده الشغف انه يشتغل وينجح في شغله ويحاول يساعد الناس بيه. قلت له طب والفلوس ليه؟ لانه الناس الشباب بيفكروا في الفلوس. فقال لي لما تنجح هتوصل لمرحله ان فعلا مش هتبقى فرق لك. ليه؟ لان من هي كترها جاية. ولا من احساس لا لان هي جايه. مش هيبقى ده الشغل الشاغل بالنسبه لك. غير لما تبدا الطريق بانك بتفكر بس في الفلوس، حساباتك هتغلط. يعني هقول لك على حاجه بس كريم، في مراحل حياتي في كذا مره جالي اوفرز بفلوس اكتر بكتير، بس بجونرا مختلفه عن اللي انا كنت راسم الطريق فيه. حسبتي بالنسبه لي كانت لما حسيت انه قعدنا قعده واثنين وثلاثه واربعه، لا ده هيطلعني اوف تراك، يبقى مش الفلوس هي رغم انها هبقى محتاجها في كل لحظه، فاهم؟ مين هيجي له اوفر بفلوس اعلى وهيقول لا؟ اكيد هيفكر، الا اذا كانت الحسبه مش بس فلوس. موافق جدا على اللي انت بتقوله، وانا مش هعترض عليه، بالعكس انا هزود عليه انه شغلانتنا احنا بالذات الكلام اللي انت بتقوله ده ينطبق عليها بامتياز، لانه في الاخر انت شغلتك في مستطيل الناس تتفرج عليه. يعني انت شغلتك مش رامي بيعمل ريبورت فهو شال اسمه من على الريبورت وقد حد قراه، لا. يعني الناس ممكن تعمل سبوبات في كل المجالات اللي في العالم طبعا، لكن شغلتك انت وشك شغلتك، انت شغلتك يعني الشغلانه بتاعتك ايه؟ رامي رضوان. شغلانتي ايه؟ بس فاهم قصدي؟ فانت الفلوس ما بتبقاش اهم حاجه فعلا في الاول وانت بتبني، لما بيبقاش في ايدك ان انت تتحكم. يعني بص دلوقتي احنا متحكمين في البودكاست ده لان احنا اصحاب البودكاست ده وانا اللي بخرجه واحنا المنتجين واحنا فاهم قصدي؟ فانا بتحكم، انا بعمل فلوس كتير. الحمد لله الحمد لله ربنا يزيد يا رب. يا جدع ربنا يزيد. بهزر ما شفتش حاجه انا عن نفسي. اكسل الخشب ده انا عامل اللوجو خشب اقسم بالله. تمام. فانت
وانت مش متحكم، وانت في الاول في الشغلانه بتاعتنا كممثل او كمذيع او كاي حد بيطلع يتشاف بوشه، هي دي العلامه التجاريه بتاعته، وشه. حلو. ما ينفعش يهتم بالفلوس، لانه لو اهتم بالفلوس احتمال يقعد في بيتهم بقيته حياته اصلا، بقيت عمره ما يشتغلش تاني. صح. لكن لو شغال شغلانه تانية ممكن تهتم بالفلوس، تعمل سبوبه اللي هي اسمها سبوبه وتمشي. عشان كده هختلف معاك هنا ليه؟ لانه تعالى قيس ده على اي مهنه تانية. هتشتغل في بنك، هتشتغل في مكتب محاماه، هتشتغل في شركه بتاعه كونستراكشن، لازم البني ادم اللي لسه متخرج انت داخل سوق محدش يعرفك فيه، فاللي لازم تجتهد فيه انك تثبت نفسك، تعمل اسمك. يوم ما تعمل اسمك، يعني هقول لك على حاجه، اول ما بدات اشتغل تي في ريبورتر في باب لسبوبات كتير مفتوحه لناس بتروح تعمل معاهم انترفيو. انا كنت فيري شارب في الموضوع ده. انا جاي لك اعمل شغلي وامشي، ما تطلعليش ظرف فيه فلوس، ما تدينيش كرتونه فيها البرودكتس بتاعتك، ده بتاع ايه ده حضرتك؟ انا اشتريها منك بس ما تديهاليش. فاهم؟ انا اي واز فيري شارب في الحته دي. طب ده عمل ايه؟ عمل ايمج. اقول لك من الحاجات التانية اللي كنت مركز فيها وانا في التي في ريبورتنج، انه كنت بجتهد عشان يبقى عندي بصمه. فلما تيجي تسمع صوت رامي رضوان او الصوت المعين ده في بدايه التقرير، تعرف ان ده التقرير بتاع رامي، فتبقى عايز تتفرج. البصمه دي مثلا وقت ما كنت بشتغل في او تي في كان في استراتيجي موجوده، انه المذيعين اللي في الاستوديو سواء البرنامج المسائي او الصباحي، لو في ضيف تقيل قوي حد فيهم اللي بينزل يعمل انترفيو. خلاص، البصمه اللي كنت بقول لكم ان انا اجتهدت عشان تبقى موجوده دي، هي اللي سمحت لي انه اكتر انترفيو كل اللي في القناه كانوا منتظرين يعملوه هو كان مع صاحب القناه اللي عمره ما كان ظاهر على الشاشه دي، مهندس نجيب ساويرس. فجالي تليفون من رئيسه القناه، الله يمسيها بالخير حبيبتي استاذه ياسمين عبد الله، رامي عايز اقعد معاك. رحت قالت لي دلوقتي مهندس نجيب راح يتكرم في سفاره فرنسا، هيقلد نيشان، فهنعمل معاه انترفيو، طلب ان انت اللي تعمل معاه الانترفيو. هو اللي طلب. انا هقول لك بقى، فهي اول ما قالت لي كده انا قلت بتسخني يعني عشان تروح تعمل انترفيو حلو. فقلت لها حاضر. فقالت لي اكتب الاسئله وتعالى اقعد معايا نناقشها عشان نشوف عايزين نظبط حاجه ولا بتاع، عشان بس اديك ابروفل وتروح. ماشي. فخلاص قعدت اشتغلت كتبت الاسئله، رحت قعدت معاها تمام، توكل على الله ورحت للسفاره. المفروض ان هو الانترفيو كان يعني على الواقف في السريع. فالمخرج اللي معايا قال لي بص، ده اول مره مهندس نجيب هيطلع على القناه، انا هعمل سيت اب جوه السفاره، كراسي وبتاع. خلاص. فجهز، قال لي احنا جاهزين، شوف المهندس نجيب لو جاهز. قلت له تمام. فنزلت على السلم بتاع السفاره، خرجت الجنينه، مهندس نجيب كان واقف بيتكلم مع ناس. انا اول مره تقريبا اقول القصه دي. كان واقف بيتكلم مع ناس، فاوت اوف ديسنسي طبعا مش هقاطعه، فوقفت على الجنب مستني ما يخلص يعني، بتفرج بقى على الناس. ففي لحظه كده، رامي اخبارك ايه، انت جاهز؟ انا بقول لك انا في بدايه حياتي محدش يعرفني. فطبعا رامي انت جاهز؟ عارف لما بتبص كده اللي هو رامي انا. فبالظبط والله عملت كده. فقال لي جاهز؟ قلت له ازي حضرتك وبتاع، احنا جاهزين. فقال طب يلا بينا. بس واحنا طالعين على السلم، انا مش عارف مهندس نجيب هيبقى فاكر الكلام ده ولا لا، بس يعني عمري ما انساه لانه كان علامه مهمه في حياتي يعني. واحنا طالعين على السلم قال لي بحب جدا التقارير اللي انت بتعملها وكده. قلت له ومهندس نجيب متابع جيد جدا طبعا جدا، ومع او تي في كان يعني ما فيش فريم بيعدي، بسم الله ما شاء الله. بكمل الانشغالات اللي عنده والمسؤوليات، ده برضه جزء، ده شغله، فيعني حاجه يملكها، فكان متابع جدا يعني. فلما رئيس القناه او صاحب القناه، مش رئيس القناه بقى، صاحب القناه يقول لك انا بحب التقارير انت بتعملها، فتحس انه لا، انت لما بتعمل مجهود بيز اوف. ليه؟ لانه في بصمه ثابت. صح. لا يعني كنت في التقارير اللي انا بعملها لازم اعمل افيه في التقرير. فده كانت الحاجه بتاعت رامي رضوان لازمه يعني. لا مش ايوه انا فاهم. لا في لازمه، دي مدرسه. بس يعني مثلا في تقرير كنت بعمله وانا بصوره، حطيت عملت افيه. يعني هقول لك من التقارير اللي انا فاكرها جدا، كنت بصور تقرير مع بطل من ابطال مصر في رمي الرمح. ماشي. اللي انا ماليش علاقه بيه، انا بلعب رياضات كرويه ممكن. انا كنت بلعب رمح بجد والله. بطل الجمهوريه. فالساين اوف البيس تو كاميرا اللي في الاخر اللي انا عملته ايه، انه دي رياضه سهله ولذيذه جدا وبتاع، واهو وقمت رامي الرمح. خلاص. طلع اوت اوف كادر، حطيت ساوند افكتس ان في حاجات اتكسرت واتدغدغت وانا بعمل كده وبتاع. طبعا خلي بالك برضو لان انا في قناه تسمح بان انا العب الالعاب دي. ايوه فاهم؟ فبقيت بلعب الالعاب دي. كنت عايز تنكش بسؤال شكلك صح؟ الشهره انا محوشه. قول. خلصته. كنت عايز اعرف بس دي. طيب. ايه التناكه دي؟ الشهره الشهره والفلوس يمثلوا لك ايه؟
عشان انت بتقول انت كنت بتهزر انا عارف يعني، بس في ناس ربنا بيشاور عليهم في وقت متاخر جدا، عشان ممكن ده اللي انت قلته واللي عجبني قوي وانا موافق عليه جدا يعني. انه ممكن في اول حياته لو كان ربنا اداله الشهرة والمال والشطارة والنجاح وكل ده، ممكن دماغه تتلحس ويتهبل وخلي ويضيع. بالك بدون ذكر اسماء، لو ركزت مثلا في منطقة لعيبة الكورة هتلاقي ده بينطبق في كله طبعا، بس كله. اقصد عشان دول متشافين يعني. اي حد بيطلع، مش شرط بيطلع على شاشة، اي حد من اللي هو بيعمله بيمتلك الشهرة، بالذات الشهرة والمال. مش الفلوس والمال بس، المال هو بيبوظه بطريقة تانية، لكن الشهرة بتبوظ ده، ممكن بتخليه الأنا يتهبل. تعلى قوي. ايه ده بتخليه بيشوف نفسه في حتة مش صح. فاهم قصدي؟ فانت بتقول انه ممكن يكون عشان كده ربنا شاور عليه متأخر عشان يبقى كبر وعقل وحاجات كده. ايه رأيك بقى في اللي بيحصل لهم كده في البدري، بيعرفوش يتحكموا في الموضوع ده؟ يعني خسارة لنفسهم طبعا، خسارة لنفسهم، لأن خلي بالك الشهرة ممكن تكون مغرية للبعض، وأنا قصد أقول للبعض لأنه بالنسبة لي عمرها ما كانت يعني عمري ما كنت بعمل شغلي من منطلق إن أنا عايز أتشهر قوي، عمري ما بصيت لها كده. أنا بعمل شغلي عشان بحبه. فاهم؟ يعني ابسط حاجه مثلا بعملها بقولها في الورك شوب كتير، واعذروني بحط رجلي على رجلي مش تناكه والله، بس يعني دي القعده المريحه بعد الثانيه عشان رجلي وقعتني. بشوفها في الاديت لو برغي كتير. المهم الشهره ممكن تكون مغريه للبعض، وخصوصا في عالم مفتوح احنا عايشين فيه دلوقتي، الديجيتال تقدر تعمل فيه اي حاجه. بس دايما بقول في الورك شوبس انا فعلا ما كانش بتشغلني موضوع الشهره ده، لانه لو انا بسعى للترند اسهل حاجه اعملها على فكره في برنامجي اي فكره غير تقليديه هتسمع مع الناس. اطلع مره قول لفظ، قول افيه في لمسه ايحاء، فاهم؟ هتتسحب بقى مع اللي اتسحب. ممكن، لا بس كان في وقت الدنيا يعني سلسه اكتر، فاهم؟ فانا الشهره عمرها ما كانت بالنسبه لي غايه او هدف، انا النجاح هو الهدف. اللي بتغويه الشهره وبتشده من منطقه الثقه بالنفس لمنطقه الغرور، لا الشهره مغريه جدا بس هو للانسان الضعيف. ماشي، بس انت ما فكرتش حتى لو انت مش بتجري ورا الشهرة، انت الشهرة بتجيلك في مواقف معينة. حط نفس القاعدة على الفلوس، لو هتجري للنجاح مش ورا الفلوس، الفلوس هتجيلك. ما بيصعب انما هتجري ورا الفلوس هتجري منك. ما بيصعبش عليك بقى اللي دماغه بتتلحس والضعيف ده؟ لا بيصعب عليا على فكرة. هو بجد انا ساعات لما يعني، عشان انا ابتديت، خلي بالك انا ابتديت قبل اكس فاكتور وكده، انا كان قبلها ب8 سنين ولا حاجه، بقول لك لما عملت ميدي بريمير ده انا كنت عيل، كان عندي 16 سنه. وفجاه لقيت صوري محطوطه وول بيبر، فاكرين ورق الحائط بتاع كافيهات، انا واحمد حسام ميدو مش قادر انسى، في روما في شارع النزهه، روما كافيه. مره دخلت لقيت صورتي 3 متر يا مان. لا رحت قعدت تحتها. لا حصل لي حاجه، قعدت تحتها طبعا. خدتها وانا ماشي. انا ماشي. ايه ده انتوا انا اهو. الله، طب ما انا اهو، ما ده انا فعلا، فاهم قصدي؟ فلا دماغي كانت هتتلحس، مع ان انا اصلا عمري ولا كنت عايز اطلع على التلفزيون ولا فارق معايا، كنت عايز ابقى بيزنس مان يا باشا، والفلوس تجري والعب واعمل الخير واتبسط كنت عايز اعمل كل حاجه. تمام. بس هي جات لي خبطت على بابي وانا فتحت الباب. تمام. بس شفت، انا عرفت ان انا اقول طب يا جماعه باي باي، انا مش عايز. ولدرجه ان انا رميت، كان وقتها لسه موبايلات جديده، فاهم؟ قمت رامي الخط الكارت ده، وسافرت لندن، قعدت 2 سنين ورجعت محدش عارف انا مين. عشان كنت عايز ابعد، لان حسيت ان انا اتسحلت وكنت شديت. لا انا كنت بتسحل وكنت بتسحل. ووقتها كان الكواليس، عشان ما كانش فيه ديجيتال وما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه حاجات، كان الكواليس بتاعت اللي هي زي الافلام اللي بنشوفها، شربوا حاجه اصفره وبتاع. وكان عندي مثلا 16 سنه اخش حفله باك ستيج وانا مش المفروض اخش. انت فاهم يعني لا مش فاهم، ممكن توضح الحته؟ لا فاهم بالبورنيطه اللي انت لابسها دي، فاهم؟ تمام. فاتسحلت لدرجه ان انا اهلي واصحابي عملوا عليا كومبينه، في كام قلم كده نزل، لا فوق بقى. تمام. قمت سايب بقى الليله وخالص، وسبت لمده 8 سنين ورجعت لما ربنا شاور عليا في اكس فاكتور بعد 8 سنين، لما عقلت ولا بقى اعمل اللي انت عايزه، ولا يفرق معايا لو حاططني فين. تمام.
بس انا عشان انا عديت في جزء صغير من الحته اللي احنا بنتكلم فيها، انا بقول لك ان الحوار مش بايد الشخص. صدقني لو بالذات وهو صغير الحوار صعب قوي يا مان، صعب بتتسحل فيه وبتبقى مش متخيل. بنات بيغمى عليهم لما بيشوفوك، عارف اللي هو لا ايه ده، هو انا اكيد انا جامد قوي، فانت دماغك بتروح انت جامد قوي وتبتدي تتعامل على هذا الاساس. ده ضعف فظيع صح، بس مش سهل انك تتحكم فيه، مش سهل. وخلي بالك الحياة دروس، يعني انت اكيد اتعلمت من المرحلة طبعا دي كتير، صح؟ طبعا. اللي اتعلمته يخليك بقيت عارف ازاي ترسم حدود معينة عشان ما تسحبش السحبة دي مرة تانية، ففي درس مستفاد. لكن ادعي انه ممكن يكون في انسان اكثر حظا منك لو قدر ان هو يصلب طوله في المنطقة دي وما يتسحبش. ليه؟ لانه اكيد باسل الزارو وقتها لو كان خد باله من المنطقة دي وما تسحبش قوي، ممكن يكون كنت ظهرت من بدري اكتر، فاهم؟ كنت عملت حاجات كنت أكتر. كملت كنت عملت حاجات اكتر، فاهم؟ فعشان كده بقول اللي بيقع في المطب ده ما ينفعش نجلده، بس يعني ظلم نفسه. ليه؟ لانه خلي بالك وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، سنين العمر بتجري الواحد ما بيحسش بيها، فساعات بتقعد تحسب حسبة انه يا ريتني عملت كده من كام سنة، فاهم؟ يا ريتني كنت خدت بالي وما وقعتش في المطب ده. وفي لحظات في عمر الشباب، في لحظة التين ايج دي، انت بيبقى عندك شهية كبيرة جدا انك تجرب وتشوت وتجري واجري بالعربية ومش عارف ايه مش هقدر اظلم الشباب في السن ده لان احنا كنا مكانهم، واقول يا عم لا اعقل وليه هيشوفك يا عم ايه الدقة القديمة ده عجوز قوي، انا لا هفرق واروح حفلة واطلع من حفلة على حفلة ومش عارف ايه وبتاع. انجويت، اتبسط، بس حافظ على نفسك. ليه؟ لانه صحتك الجسدية والعقلية والنفسية هم دول مفاتيح ان انت تشق طريقك وتنجح في الحياة. وكل اللي هتدمره من بدري هتندم عليه قوي قدام، لانك هتحس ان هو بادوات ما بقتش معاك. بس انا بحس ان مهما قلنا لا دي حاجة مهما قلنا انت وانت صغير مش تعمل كده، يعني فاهم قصدي؟ احنا كلنا دلوقتي بناكل كويس، كلنا دلوقتي بنتمرن كل يوم، كلنا بنحافظ على اجسامنا وعلى عقولنا وعلى اكلنا كل حاجه، صح. مع ان ده كان ممكن متوفر واحنا صغيرين واهالينا كانوا بيغصبونا عليه واحنا نقول لا، فاهم؟ بس تطور طبيعي يعني. بس هقول لك هنا نقطتين برضو. يمكن اللي احنا بنقوله وده اللي انا دايما بشتغل بيه في الكونتنت اللي بعمله، يمكن اللي احنا بنقوله يبقى الشباب سمعوه كتير، بس مش يمكن يأثر في واحد طريقة إيجابية طبعا، يبقى لازم نقوله. لعل يأثر في واحد تغير له طريقة تفكيره. دي نقطة. النقطة التانية انه اكيد انت لامس كمان دلوقتي السوشيال ميديا جزء من تأثيراتها الإيجابية ان خلت الجنريشن الصغير لا بقى عنده وعي اكتر طبعا بصحته، فبقوا بيلعبوا رياضة طبعا. يروحوا الجيم. لا وبقوا بيتفرجوا علينا واحنا بالزبط. بنعمل حاجات اديوكيشن. وانت صغير كنت يعني مش انت، انا وانت لا. مستحيل ان انا اتفرج على حاجه تعليميه بارادتي. هو انت ليه بتقول مش انا؟ ما اعرفش، حسيتك مثقف قوي ولابس برنيطه. الناس فاكره ان انا باكل الكتب اكل من وانا صغير. لا مش كده، ما كنتش بتفرج على حاجات انا اقصى حاجه كنت بتفرج عليها انا كنت بتفرج على التوك شو جبرا عشان بترجع البيت اهلي قاعدين بيتفرجوا عليه فخلاص انا قاعد جنبهم. بالظبط، شكرا. فانت كنا احنا مش بنجري ورا الثقافه. احنا دلوقتي البودكاست بتاعنا اللي هو ده اللي انت فيه ده احنا من 18 ل 35 لما بنجيب نجوم الناس بتعترض. يعني مش بتعترض بس اللي هو بيبقى عايز اكتر الرجل الاعمال، عايز اكتر الناجح قوي عشان يسمع هو عمل ايه في حياته، عايز يتعلم، عايز يسمع تجربه. احنا جيلنا ما كانش كده، احنا ما كناش يعني لا ده عشان خلي بالك ده ما كانش عندنا برضه، كانش موجود اصلا. ما انت بس يعني جيلنا ده البرامج اللي كانت موجوده ايه؟ كان عندك توك شو، عندك برامج ترفيهيه، كان ايه الاديوكيشن اللي كان موجود؟ عالم البحار. بس خلي بالك اديوكيشن ما ده كان عظيم. عالم البحار، عالم الحيوان. انا كنت اتعلمت كميه حاجات من مواقف وطرائف مش عادي. طبعا استاذ جلال علمتها يعني. ايه ده تقعد تستنى كان هو انترنت، كان هو بالنسبه لي الانترنت ساعتها يعني. بس انت عندك الرياضه مواقف وطرائف النهارده بقى في عالم مفتوح، فاهم؟ عايز تعرف حاجه قصدي النهارده حته الاديوكيشن دي على قد ما كانت على ايامنا كنا محظوظين انها كانت موجوده في التلفزيون، وده كان وسيله الترفيه الوحيده تقريبا. طبعا جنب الاتاري والجيم بوي والحاجات اللي طلعت بعد كده. بس اقصد لو عايز تتفرج على حاجه انما انت النهارده الجيل الصغير بقى عنده وفره غير طبيعيه في المعلومات، بس لازم هو اللي يروح لها. بس ممكن يروح لها وهو قاعد على الكرسي ممكن. بس جزء من عبقريه ذا بودكاسترز
انك بتعمل حاطط equation مهمه قوي النهارده عشان تقدر توصل للجيل ده اللي هو ايه edutainment educational وانترتينمنت تعليمي ترفيه. الشباب الصغير ما سلتنيش ما تلاقينيش تطلعش بقى تنظر عليا وتعلمني وتقول لي والتجربه والحكمه لا مش هتفرج انا على الجو بتاع بابا وماما ده فاهم بس هتسلى ممكن اديك فرصه لقيت كلام موزون ممكن اسمع. طب رامي عندي سؤال بما ان احنا بنتكلم على التعليم بقى وكلام من ده بالظبط انت راجل بقى انا اكتشفت ان انت راجل بقى بيزنس مان راجل اعمال جامد اديله في الخباثه يا ريس شغال في الخباثه ايه مش في الخباثه والله زي مش لازم كل حاجه تبقى اكسبوز مش خباثه ما ده ركن اليخت في المايه اللي ورانا انتهت المايه اللي ورانا دي اهو اليخت بتاعه لا ركنت ورا عشان يبقى اوف كادر بس احكي لنا كده انت اصلا انت دلوقتي في ايه وانت ابتديت اصلا القصه دي ازاي دخلت ايه انت اصلا طيب ابتديت ازاي بحكم شغل ابويا يعني انا متربي في مود بيزنس خلاص ماشي. ولو لم اكن اعلاميا هو كنت ابقى رجل اعمال اوكي لما بدات حياتي العمليه في الاعلام كان دايما بيتقال لي صاحب بالين كداب وانا كنت بعاند عشان بشتغل في الميديا وبحاول اشتغل مع ابويا ماشي. مع الوقت لقيت انه فعلا الاكبر مني سنا اكثر حكمه لان هم جربوا لا صاحب بالين كداب عايز انجح في حاجه لازم ادوس بنزين فيها واوديها كل تركيزي فمن هنا بقيت مركز في الميديا ولما بدات انجح فيها شويه قعدت قاعده بقى مع ابويا قلت له بص هو اتس ناو اور نيفر يا هكمل في الطريق ده يا اما خلاص اتوقف وارجع بقى للشغل مع حضرتك وكده فقال لي يا ابني بص انت ربنا كرمك في اللي انت بتعمله كمل مالكش دعوه بالبيزنس بتاعي ماشي. متاكد يا بوب قال لي متاكد ربنا يكرمك انا فخور باللي انت بتعمله فدي كلمه بقى مش بتديك طاقه دي حلوه قوي دي بتنفخك لان مش سهل على اي اب بنى نفسه بنفسه وعمل شركه ومشاركات ومصانع وما عندوش غير ابن وحيد وبنوته اللي هي اختي الاكبر مني رضوى سلم عليها عشان بتفرج حبيبتي الغاليه انه طب بنته ما بقتش معاه في الشغل وابنه كمان مش هيبقى معاه في الشغل ان هي جيفز اب مش سهله خالص لا قرار صعبه دمها تقيل جدا قرار صعب ف يعني عشان كده بعد فضل ربنا فضل كبير جدا من ابويا وامي السبورت اللي كانوا بيديهولي وان ابويا كان عنده من الحكمه اللي يقول لي او شايف بذره نجاح كويسه في اللي انا بعمله فيقول لي كمل واستمر فيه والبذره دي خلي بالكم كانت في مرحله ما قبل بقى ان انا بعمل حاجات جد جدا وتوك شو ومؤتمرات فيها سياده الرئيس ومجموعه من المسؤولين فاهم فده كان قرار مش سهل اكيد فابتديت بدل ما تخش في البيزنس ابتديت بقى تستثمر فلوسك في حاجه لا لسه ما استثمرتش لسه كل مجهودي بستثمره في شغلي تمام مع الوقت كنت ببص لقدام شويه فحسيت انه حان وقت انه انت مركز في شغلك تقدر تعمل حاجه اون ذا سايد فشاء القدر انه جمعني بواحد من اصدقائي الاعزاء كان معاكم في البودكاسترز محمد وحيد ايوه فاول لقاء ما بيننا امباكتن كان قبل امباكتن بقى اول لقاء ما بيننا كان بشرح له فكره موجوده عندي بفكر اعملها خلاص فقال لي هي الفكره حلوه بس طب هقول لك انا فكره عندي بفكر انا كمان اعملها فشرح لي فكره امباكتن فحسينا ان اللوجيستكس بتاعتها اقل وتكاليف ان احنا نبداها اقل من الفكره بتاعتي فقلت له خلاص امباكتن وبدانا الرحله بقى فامباكتن بدايته كبلاتفورم كانت مختلفه عن التطور اللي حصل فيه دلوقتي الكلام ده كان 2021 كانت البدايه وفي عالم الستارت اب طبيعي جدا ان انت عندك فكره بتبدا تجربها هتلاقي فيها شويه باجز تقعد تصلح وتظبط وتعدل وتجدد وتطور لحد ما تمسك الفاينل فورمولا اللي هتقول خلاص انا هنطلق بيها فالحمد لله نقدر نقول احنا مسكنا الفاينل فورمولا والابلكيشن مع جان زي ما شاء الله يعني منطلقين عليه وده اللي سمح لنا ان احنا ناخد خطوه ان نطلع بامباكت دبي في دبي بدايه السنه برافو. دي وفي بلان بس مش عايز اقول تفاصيلها برضه عشان يعني ما اتفقناش ان احنا هحرق ده بس نهايه السنه ان شاء الله في نقله تانية للبلاتفورم ده هيطلع السعوديه لا قلت هزه كده شوف يمكن يبربش او حاجه لا مش السعوديه لا كويت لا برضه ايه ده انا قلت انت من الكويت بقى قلت طلع هرجع لها تاني طلع ان شاء الله ربنا يكرم يجي وقتها ونعلنها يعني فده حاجه وبعدين مؤخرا استثمرت وقتي كمان في ان انا اخش في مشروع تاني كان مشروع قائم وماشي كويس الحمد لله فحطيت رجلي فيه
ليه مش بقول تفاصيله بس عشان هتيجي اللحظه المناسبه ان احنا نعلن ده، اعذروني. وجنب ده بقى عادي زي اي بني ادم بتستثمر، جرب في البورصه شويه، جرب في العقارات شويه يعني. حكمه كده كان وارن بافيت بسمع انترفيو لي، فهو كانت اي رجل اعمال ناجح هتلاقيه بيقولها انه don't put your eggs in one basket. صح. فانا اشتغلت بالحكمه دي، بدات اوزع في كذا حاجه، بتصيب في حاجات وتخيب في حاجات وربنا يكرم في حاجات فتسخن فيها جدا فتلبس في الحيط بعد كده. you have to learn. ودايما هتستفيد او هتنجح من المراحل اللي فيها فشل. don't put ايه يا مان؟ don't put all your eggs اللي بتتاكل in one basket. قولها لي بالعربي كده. لا تضع كل البيض في سله واحده. بس انت قلت your eggs. ايوه your eggs اللي هي استثماراتك، فلوسك، أيوة شغلك، أيوة. مجهودك. ماشي، احب افهم بس عشان انا خلي بالك هتلعب معايا اللعبه دي هورطك ده هيورطك بجد على فكرة. للاول أنا مره عادي مستنيه. خلي بالك انا عملت حوارات كريتيكال كتير. هتجيلي يا واد أنا بربش بصراحة يا ولا. يعني انا عاده هبقى قاعد مستني من مش هنا هلاقي ورايح عليه خالص. اعذروني بقى بصراحة. عشان من حفر حفرة لاخيه وقع فيها انا هوقعه خالص. على فكره انت اي سي انا مجاني، فكنت بسال على الترجمه. مش ما ترجمت لك اهو. ماشي يا مان، ما انا ما قلتش حاجه. لا تضع بيضك في سله واحده. بالظبط، بس والله هو ده ماشي هو خلاص. ده. طب ما انا قلت لك أهو. اخ. فانت دلوقتي بقيت على طول بتفكر ان انت اللي هو ايه تستثمر كده على جنب تبقى الدنيا طول ما شغاله. في لازم. فلوس يستثمر. ليه برافو لا؟ برافو والله. تعمل الليله دي كلها بنيتها من التقديم والاعلام بنسبه كبيره اوكي. بنسبه كبيره بس انت مقتنع زينا ولا لا انه اي حد بيطلع على الشاشه لازم يبقى عنده حاجه جانبيه كبزنس، كاستثمار، بيشغل فلوسه في حاجه؟ ضروري، صح؟ لانه شغلانه غداره شويه. طبعا طبعا. انت النهارده موجود ونجم، بكره ممكن تبقى في البيت عادي. وخلي بالك ده احد الاسباب اللي خلتني من قبل ما ابدا امباكت مع وحيد، من قبلها ب4 سنين وانا بفكر في الخطوه دي، بشوف ايه الخطوه المناسبه اللي ابدا بيها. فاهم قصدي ليه؟ لان انا كنت باصص على ده قدام، انه طب وات اف، يعني لا قدر الله لا قدر الله ربنا ما يوقع حد في اللحظه دي خالص. بس كنت في لحظه كده قعدت افكر فيها، الامور از جيتنج كريتيكال والتحط توبكس اللي بتتكلم فيها وات اف جه اليوم اللي لا قدر الله رامي فرصه سعيده احنا مش عايزينك معانا. طب انا عندي بيتي واسرتي وهعمل ايه؟ فمن هنا بدات انكش جدا بقى وابذل مجهود في حته انا هحط رجلي في حاجه تانية ازاي. والحاجه التانية دي من بعد، وخلي بالكم برضو جزء من الخطوات اللي انا بعملها فيها حاجات ما بتجيبش عائد بس بتبني لونج تيرم طبعا. بس انت بتبص بتبني قيمه، وان يوما ما هتقلب بقى بالظبط. وخلي بقى ممكن يوما ما دي ما تحصلش، وارد. فيو تيك الريسك. بس يعني انت ده بيبقى اسمه استثمار في النفس. طبعا انت استثمرت في نفسك في حاجه ما خدتش مقابل عليها، او انت اشتغلت على حاجه بينك وبين نفسك وما شافتش النور، بس اكيد اتعلمت منها واكيد طبعا استفدت منها في حاجه تانية طبعا. بمناسبه العائله الكريمه، اخبار العائله ايه؟ زي الفل الحمد لله. سلم لي عليهم جدا. بالمناسبه ان دي الحلقه الثالثه في الموسم الصيفي، دنيا كانت معايا في الجامعه. اصل احنا فاهم كل حلقه ببقى انا عارف في جامعه في المدرسه في ايوه والله العظيم. فاحنا لحد دلوقتي ماشيين منتشر انت يا باسل ما شاء الله. الحمد لله. كريم بس عشان 10 سنين في امريكا ففتح وقع مني حته كده. هتيجي انت مش فاكرهم يا ابني؟ لا والله عامه حابب يعني مبسوط بالقعده، لان اكتر والله عمال انت عندك حاجات كتير عمال اولا باين ان انت مثقف. الله يبارك لك واضحه يعني. الله بلغش كده والله. لا باين يعني باين من جه وقت التطبيل بقى بتاع كل حلقه، وكريم بقى ابتدى. دي حقيقه يا ابني. لا يمكن عشان هو كل قعدته معاك يا مان انا بكلمه هو. ايوه ما انا بقول لك بص انا كل قعدته معاك فهو حاسس بجاب رهيبه دلوقتي. برافو. بلاش قلت لك ما تنكشنيش. انا عامل فيها كيوت من الاول. برافو. انت المفروض تبقى معانا في حلقات كلها لو سمحت. ده على قصتي. لا اقسم بالله ما يحصل. بس المشهر ده مكانه هيتاخد بسرعه صعب. وانا مرضهالوش. انا مكاني محفوظ ملزوق في السجل التجاري. طب بقول لك يعني ممكن نتكلم على الورش اللي بتعملها التدريب عشان طبعا هقول لك ليه. لانه نرجع بقى للسؤال الاولاني خالص. فاكر لما قلت لك الناس كتير قوي بتسالني اخش ازاي وانا قلت لك انا دخلت بطريقه غير تقليديه تماما، ولحد دلوقتي انا ما اعرفش
الناس بتخش ازاي. فانا وسؤالي ليك، لحد ما درسش اعلام كمان او بيجي اكشلي كتير، او لا بيجي اكشلي كتير. الاثنين، واحد درس اعلام واحد ما درسش اعلام وعايز يقدم محتوى بقى اونلاين. اضيف لك حد تالت بقى على درس وما آه. درسش. انا بيجي لي ناس ما شاء الله على راسي من فوق 50 و60 سنه، يا راجل، بس بعد كاريره عايز حاسس انه عنده حاجه عايز يقولها، فعايز ياخد الورك شوب عشان يشوف هقولها ازاي. ودلوقتي الموضوع يساعد لانه في انترنت وفي اونلاين وفي بالظبط. ديجيتال. كونتنت الموضوع اعمل، اطلع من واكيد هتلاقي الكونتنت برضه ده. في ناس بتجيلك بيشتغلوا في شركات وعايزين يبقوا احسن في بالظبط البرزنتيشنز بالظبط. لا شفت كل، وفي ناس الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا بيجوا لي من بره ياخدوا الورك شوب. فعلا. طب جالي احكي لي بقى على جالي ده. ناس من الكويت، جالي ناس من السعوديه، في بعض اخواتنا الفلسطينيين بس هم موجودين في مصر دلوقتي. فلا يعني في ناس مصريين عايشين بره، فوجئت انه جايين بس عشان يقعدوا طب شهر بص، ياخدوا الورك شوب ويرجعوا. اعتبر ان احنا بنعمل حمله تسويقيه للورش بتاعتك. الله يبارك ببلاش لك. يا عم، مفيش يا حاجه. لو حد يروح له، لو حد يا راح باشا له مش محتاجين لما يا باشا لو الحمد سمحت لله. لحظه، اللي حد يروح له يقول له ان احنا جايين من البودكاسترز، يمكن يطلع لنا اي كوميشن ولا اي حوار. احكي لنا بقى عن الورشه، اسمها ايه، يوصلوا لك ازاي؟ لو في لينك ابعته لنا نحطه تحت الحلقه، حاجات كده. هي الورك شوب انا يعني موجوده في اكاديمي اسمها ماس ميديا. والكونسبت بتاعها انا بنيه على انه 70% منه عملي، 65% عملي، و35 30% هو الثيوريتيكال. اوكي. وببقى قاصد دايما اشرح لهم اساسيات ومبادئ الاعلام عشان اللي دارس افكره واللي مش دارس اعرفه. يبقى عنده فكره. وبقول لهم دايما خلي بالكم المبادئ اللي بقول لكم عليها دي ممكن عادي جدا تجادلوني وتقول لي ايه ده، طب ما احنا ما بنشوفش ده مع فلان وعلان بس لازم اقول لكم الصح ايه عشان يوم ما تحيدوا عنه تبقوا عارفين انه الصح مش اللي انتوا بتعملوه. بس لو انت طالع بتعمل الغلط وما تعرفش ان هو غلط هتقاوح فيه ان هو صح. فده الجزء يمكن الثيوريتيكال. وبحكي لهم كمان على التحولات اللي حصلت في صناعه الميديا من ايام ما كان جرايد بس الى يومنا هذا اللي احنا فيه دلوقتي. مش ده كأنه منهج دراسي يعني. طبعا ليه؟ عشان ده بيولد عندهم فيجن مهمه جدا. لان انت ممكن تيجي في لحظه تبقى بتسال نفسك طب هو انا دلوقتي اعمل كونتنت ولا الاي اي هيخش يهدلنا فبقول لهم طب ما هو الجرايد لما كانت موجوده وطلعت الاذاعه السؤال ده اتسال، والجرايد ما ماتتش، طورت من الكونتنت فعاشت جنب الاذاعه. لان وقت ما طلعت الاذاعه الناس كانت بتقول لك ايه، هو مين اللي هيقرا دلوقتي؟ ده احنا هنسمع الاخبار. فضلوا يقروا عشان الجرايد طورت محتواها. مظبوط جدا. طلع التلفزيون بعد كده مثلا عندنا في مصر في مرحله الستينات اتقال برضو وقتها مين اللي هيسمع بقى؟ خلاص كله يتفرج على صوت وصوره. بس ليه الاذاعه عاشت؟ عشان طورت من محتواها. السؤال ده اتسال وقت ما السوشيال ميديا بدات تشد حيلها، فبدا يتقال كلام على انه الديجيتال هيموت وسائل الاعلام التقليديه. ماتت؟ ما ماتتش. تاثرت اكيد، كل وسيله من دول اكيد بتاثر، بتسحب شويه من اللي قبلها. والشطاره دايما بقى ان انت كوسيله to learn how to survive لازم تغير من نفسك عشان تواكب التجديد اللي بيحصل ده. صح. السؤال اللي موجود دلوقتي الاي اي هيعمل فينا ايه؟ لحد ما قبل فيو 3 كنت بقول لا مستحيل تلاقي حد قاعد بيتكلم وهو مش لا دلوقتي طلع فيو 3 اطلعك انت بتتكلم، اشوف وشك بخير انا وانت كمان شويه بقى السلام عليكم، شوف شغلانه تانية. فبداوا استثمروا في حاجه تانية. عملنا كده اللي تعالوا امباكت. عملنا. بس فده الجزء العملي بقى بيبقى مهم ليه؟ لانه لازم تعمل يعني انا كونسبت مبني شويه على صدمات كده مع الستودنتس. ليه؟ لانه حد بيبقى عنده رهبه الكاميرا، حد بيبقى مكسوف، في بيجي لي حد بيبقى شايف ان انا عادي على فكره ما بتكسفش واحط قدام الكاميرا وتمام. حطه تحت اختبار يلوس منك. طبعا. فانت عايز تحطه تحت الاختبار ده عشان تشده من مرحله الغرور. لا خليك واثق بنفسك، ده كويس جدا، بس ما تغرش. تفتكرش يا ارض تهدي معاك ادي هلعب معاك العاب هخليك تعمل كده قدام الكاميرا، فاهم؟ فبالتالي ده بيقول له ايه، لا انا محتاج اشتغل على نفسي اكتر. وبتشتغل على طريقه الالقاء طبعا. والتوناليتي والصوت والنفس وبتطلع الكلام منين وكل والاداء التفاصيل دي. وفي نفس الاكاديمي في كمان ورشه لغه عربيه عشان يعني بحب انا ادي العيش لخبازه. انا شاطر في اللغه العربيه بس مش شاطر في تدريسها، فاللي اللغه العربيه بتاعته مش مظبوطه بقول له هي فين في الدقي. بس هي مش بتاعتك. لا مش بتاعتي. انت بتدرس بتاعتي فيها. دي جايه فيري سون ان شاء الله. طب ما يلا احنا ممكن نخش معاك. حلوه فيري سون ان شاء الله دي. نخش معاك لو عايز تفتح مشروع working on it. خش معايا. اخش معاك ليه لا. اشتري رضايا بدل ما انت عمال تنكش. انا اللي هخش معاك سيبك. كريم بسيطه ده انت قبلي حبيبي فوق راسي والله العظيم يا ريس، والله ما تقولش كده. وقول لي رايك ناخد باسل ولا لا. هنتكلم بعد استاذ باسل. استاذ باسل بالنسبه لي انا هشوف. بس انا يا جماعه
تعالى بجد نعمل مشروع، ايه المشكله؟ طيب بس هقول لك بقى كمان والله يلا بينا ما عنديش مشكله. بس الفكره مهمه ليه بقى كمان؟ لان انا بدايه الورك شوب دي كانت كلها مبنيه على التوك شو لسبب رئيسي. اولا ده مجال خبرتي، وثانيا ينبثق منه اي كونتنت عايز تعمله، رياضه بقى، فن، مش عارف ايه. الاستراتيجي اللي بشتغل بيها في التوك شو تطبق على اي مجال، فتخليك المفروض شاطر فيه. خلاص، مش بقول ان انا احسن حد، في احسن مني كتير، بس يعني بما انه اللي جربته الحمد لله كان مردوده كويس، فبقول انه منهج ممكن يكون مفيد يعني. مع الوقت عملت فاين تيونينج شويه، لانه زي ما كريم بيقول في سي او جاي عايز بس عشان البرزنتيشن سكيلز بتاعته تبقى اقوى في شركته، او موظف في شركه عايز يتقن اكتر البرزنتيشن، او حد جاي عشان انا لا عايز تلفزيون ولا عايز اذاعه وانا عايز اعمل كونتنت. فكل ده بقيت بشتغله في الورك شوب عشان اي حد يطلع منها يطلع مستفيد. ودايما اسعد لحظه بالنسبه لي بعمل حاجه كده في الاخر، مش عايز احرقها عشان دي من ضمن المفاجآت بتبقى في الورك شوب، اللي بتخلي اللي قاعد يحس بان هو لو اجتهد ازاي نقل نفسه نقله. دي بقى لحظه السعاده بالنسبه لي، لما احس ان فعلا سبت بصمه في حياه حد. خلي بالكم في من اللي اخدوا الورك شوبس لا عملوا كونتنت ولا طلعوا في تلفزيون ولا اي حاجه، بس يبعتوا لي لحد النهارده انه بيقولوا لي حقيقي بنشكرك، احنا فرقت معانا في حياتنا. انا دايما بقول لاصحابي على الورش التمثيل، انا عمري عملت ورش الاعلام والاذاعه وكده. وعملت تمثيل؟ عملت تمثيل كتير وكلهم فشلوا. كلهم فشلوا طبعا، بس فرقوا معايا ونجحوا معايا في حياتي انا. الورشه التمثيل بجد بتفرق في حياتك بجد، لا في شخصيتك طبعا. وفي كل حاجه ممكن تتخيلها. طب سؤال بقى، اللي عايز يوصل لك يعمل ايه؟ بعت لي على انستجرام، ممكن يخشوا على البيج بتاعت ماس ميديا على انستجرام. يا عم انت نجم، انت بترد على حد؟ انا برد بجد والنبي، يعني بنسبه 80-85%. بس اكيد بشوف. في حاجه برو معينه للورش ولا لا؟ في البيج بتاعت ماس ميديا يقدر يخش عليها. يبقى ابعت لي بقى البتاع عشان نحطه. وحاجه اخيره، اللي عايز بقى يبقى مذيع، دخل اخد ورشه، دخل اعلام، ما دخلش اعلام، وات ايفر، الشغلانه بقى اكل العيش نفسه، هل بيروح يقدم في قنوات ولا ايه البروس؟ طيب وازاي؟ عندك 2 ويندوز دلوقتي وهشرحهم عشان المتلقي اللي نفسه يشتغل مذيع يبص عليهم ويقيم هو عايز يعمل ايه. عندك منطقه التلفزيون اللي هتعمله اللي انا عملته، عشان بعض الناس هتقول لك ايه يا عم لا ده محتاجه واسطه وبتاع مش عارف ايه. لو موجوده خير وبركه، ممكن تساعدك الواسطه دي ان انت تخش، بس مش هتنجح. النجاح ده بقى ده اجتهادك ممكن تفضحك اصلا طبعا. انما اللي انا عملته ايه، زي ما حكيت لكم في بدايه القصه، انا رحت قدمت السي في بتاعي، اروح اعمل كده، يروح بقى نتوركس، يروح ومقراتهم بتبقى معروفه. يعني مثلا مجموعه قنوات المتحده، سي بي سي، دي ام سي، الحياه، اون تي في، المقر الاداري معروف مكانه فين، بس عشان يعني ما خدتش منهم تصريح ان انا اقول، فمش هقول طبعا، بس هو معروف هو فين يعني، وفي منطقه مش يعني اي حد يقدر يروح. فهتروح سيكيورتي تحت، ده السي في بتاعي. قيمه ان انت بتعمل ورشه تدريبيه تستفيد منها ايه؟ يعني مثلا الورك شوب بتاعتي اللي بيخلص بياخد شوريل للفاينل بروجكت اللي بيعمله يقدمه، فقيمه مضافه انه لو حطه مع السي في، اللي مقدم السي في ده المكان اللي مقدم فيه هيعرف يشوفه كمان، مش بس هيبص على كلام مكتوب. يعني الجوريل ده فيديو بيتعمل للشخص وهو بيقدم بطرق مختلفة، فلما يجي يبعته لصاحب القناة او للقناة او كده يقدروا يشوفوه كأنه عمل اوديشن يعني. بالظبط، يعني بيشوفوه وهو بيقدم حاجة. فده اوبشنال لو عايزين يقدموه في قنوات ايا كان بقى انهي قناة يعني. طيب الاوبشن التاني ايه؟ ديجيتال. ديجيتال بصراحة عالم يعني الديجيتال المفتوح النهاردة. طيب كل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها، بس خلينا نذكر مميزات الديجيتال ايه. انت عايز تبدأ تعمل كونتنت، هتعمل دلوقتي عادي، مش مستني بلاننج وتحضير وجهز نفسك وانطلق. ده نمبر 1. نمبر 2، فلاترك انت اللي هتحطها، لانه اي مؤسسه اعلاميه تشتغل فيها في مصر، بره مصر، نيمت في اي بلد في العالم، انت راجل جاي من امريكا عشت فيها 10 سنين، في جايد لاينز طبعا. انا كمؤسسه فريمي اهو، عاجبك تعال اهلا وسهلا، مش عاجبك روح شوف مكان تاني. فاهم؟ فده طبيعي في كل مكان في الدنيا يعني. الجايد لاينز بتاعت المؤسسه 100%. اللي لو بتتوافق مع قناعاتي ورؤيتي والجايد لاينز بتاعتي تمام، لا تتوافق هشوف مكان تاني. ديجيتال حط الجايد لاينز بتاعتك وانطلق، شوف انت عايز ايه بقى. في يقول لك طب ما اصل الناس مش هتشوفني، ما لو طلعت على التلفزيون الناس هتشوفني. مين اللي هيدي فرصه لحد جديد طالع قدامه؟ كام واحد يعني؟ ده نمبر 1. نمبر 2، على الديجيتال
لذيذ ان انت هتبدا الكونتنت دايره صحابك وعيلتك هتبدا تشوف الفيدباك بتاعهم. خلاص طبعا هتلاقي فقره العمات والخالات حبيب قلبي منور قمر تحفه مش عارف دي حاجات عظيمه طبعا ما شاء الله عليك ليهم كل الاحترام والتقدير. امتى تعرف بدر منور بعد الحلقه الثالثه مثلا لا امتى تعرف انه هم فعلا عاجبهم الكونتنت ده ولا لا if they are sharing it لانه شايفين حاجه حلوه عايزين غيرهم يشوفوها. فمع الوقت انت هتبدا تكون فيدباك هتعدل وتصلح وتجدد وتطور لحد اما وعمرها ما بتيجي كده لانه ايزي كام ايزي جو. ابذل مجهود ديجيتال اشتغل شويه انتوا لما بداتوا البودكاسترز عملتوا اول حلقه كل الناس اتفرجت عندكم الفيوش بتاعت النهارده انت بتبني فوانت بتبني خد خطوه ورا التانية وتعلم وقع وقوم وكمل. طالما انت بتعمل حاجه عندك شغف ليها هتبذل فيها مجهود sooner or later ربنا هيكلل لك المجهود ده بنجاح خطوه ورا التانية ورا التالتة. صح. جه وقت لعبه البودكاسترز وزي ما قلت لك احنا ما بنعرفش الاسئله اللي بيعملوها الشباب الصاعد اللي عندنا في المكتب. فنبتدي بخش كده. مين في حياتك عامل زي عوامة البحر؟ الله دايما بينقذك قبل ما تغرق في مشاكل الحياه. الله اشعرت انا لزقت انا بلبط انا غرقت. مين في حياتي عامل زي عوامة البحر بيلحقني قبل ما اغرق؟ ابويا في حاجات دنيا في حاجات كايلا في حاجات يعني رغم انها 11 سنة بس في حاجات بتعلمها منها. امي في حاجات اختي في حاجات كده ده عوامات انت عندك مصنع عوامات ده عشان كده بطفو على طول. انت ما تبلتش قبل كده من المنظر ده خالص زي العجل ببطن امه. عارف اكيد مش عارف النكته دي ما انت عايش في امريكا. عارف يا عم تعالى مصر يا عم انا جيت اهو تعالى مصر عشان اجي اكتر من كده ايه يا جدع. خش يا مستر باسل. بما اننا في مراسي صح مش ده اكيد عشان مراسي ده يعني ما تقنعونيش. تدي الكيو ار كود ده لمين علشان يدخل حياتك؟ عشان يدخل حياتي؟ لا مش هديه لحد يعني مش عايز حد يدخل حياتي. مش عايز يا جدع انا قاعد مرتاح مش عايز حد ياخد تشتغل في مراسي ولا انما لو هدي الكيو ار كود ده لحد عشان غيري طبعا انا ما ينفعش تقول انا انت عامل لك بلوك اصلا مش لا لو هدي كيو ار كود ده لحد علشان يعني يبقى في على الاقل تعامل يبقى في هات وخد لكل الناس اللي بتشرف ان هم بيتابعوني اللي كل واحد فيهم بتمنى ان انا اعرف ابقى عندي المساحه والوقت ان انا خلاص والله بتكلم بجد الكرسي بينزل عسل الاجابه دي خلاص مش والله بتكلم بجد خلاص ممكن نخش على الاجابه. قال لك اشعرته يعني لما قلت لي على عوامات ده اللي عادي. ده سؤال تافه. فريسكا ولا جندوفلي؟ ايه الاختيار الصعب ده؟ ما ينفعش الاثنين؟ ينفع. طب الاثنين ايه احلى ذكرى ليك في المصيف؟ احلى ذكرى ليا في المصيف لمة العيلة كلها بقى. يعني انت لما بتكبر الحياة بتخطفنا كلنا بس وانا صغير كان ايام العجمي مثلا. انت كنت عجمستر؟ كنت عجمستر. تحس بقى باللي انا بقوله والهانوفيل والحاجات. ممكن بس نحكي عشان لو الشباب بيتفرجوا يعرفوا قد ايه ان كان في لحظات عبيطة جدا بس تفاصيل ممتعة. ما كانش فيه موبايلات وقتها طبعا. خلاص فمن امتع اللحظات انه بنتقابل عند البوابات 3 4 5 عربيات بقى طالعين العجمي. فدي كانت لحظه ممتعه جدا مستني اللي جاي وبتيجوا وتسلموا على بعض تفصيله صغيره جدا بس جداً. قمه السعاده لا كانت بتخلق بهجه غير طبيعيه. وبعدين بقى ماشيين في الطريق وقرر مثلا تقف في الريست فننزل نهزر شويه وبتاع وبعدين تكمل الطريق وتوصل. الشباب بقى يلا كله يشيل الشنط ويطلع على مش عارف ايه البيت وكمان في العجمي وقتها كان تاني بيت ابويا اشتراه كان بيت كبير ما شاء الله. وحتى البيت الصغير اللي كان قبليه كان العيله كلها والعيله ده كلها دي يعني انا بكلمك مثلا على حاجه بتاعت 25 30 بني ادم قاعدين مع بعض في اوضتين وصاله. فانت مثلا بتخيل بتعمل اكل للجيش ده ومين اللي بيتبرع انه يصحى اول واحد الصبح عشان هينزل يجيب الفول والطعميه مكرونه وفراخ بانيه وبتاع. وبعدين ايه كنت قاعد يومك بالشورت بالمايو فاهم وتطلع تنزل تروح البحر وتخلص وترجع وتقعد تشقلب وتلعب ومش عارف ايه ولا عربيه ولا بتاع انت عمال تتحرك. الله ينور عليك. كنت بتقفوا في واحد عمر وانتوا راجعين طبعا والحيوانات فاكر لا غير الفطير. انا كنت بالنسبه لي واحد عمر دي كانت جنينه حيوانات صغيره.
والفطير طبعا. طب فدي ايام رامي، احلى لحظات في المصيف. رامي ايوه لو شخصيتك اكله هتبقى ايه؟ لو أكلة؟ شخصيتي اكله. لذيذ السؤال ده، ما فكرتش فيه قبل كده. لو شخصيتي اكله اديكوا اجابه ملزقه. يا ريت. يعني جت على دي. باجيت. ايه باجيت، عيش باجيت. باجيت؟ ليه بقى؟ ايه ده اشمعنى؟ ناشف من بره وطري من جوه. انا فلافي من جوه. شفت قالها ازاي؟ انا قلت لك انها ملزقه. لا سيبك من هي ملزقه، هي ملزقه بس انت قلتها. قولها تاني كده. كشخصيه. باجيت. كشخصيه. لا انا بتكلم على الكلمه دلوقتي، سيبك من الشخصيه. باجيت، عيش باجيت. تعليم. احنا نقفل بقى. نقفل على هنا. شكرا كده جبرت بقى بالقرف اللي انت بتقوله ده. باجيت ده عشان ايه؟ انت اتعديت منه ولا ايه؟ طب معلش خدوا الكوره انتوا بقى. لو شخصيتك اكله هتبقى ايه؟ همبرجر بس سهله يعني، ممكن ليه؟ تقوم مديها. لا بيتزا ليه؟ عشان بحبها مش اكتر. لا لازم. هو لا، قال لك مش موضوع بحبها. من بره شخصيتك ناشف من بره وطري من اكله. جوه. اديني عقل. هتبقى ايه؟ هقول لك انا بقى. فكر يا باسم. لا هقول لك بجد. ادي لك اجابه ملزقه تانية. ستيك. ليه؟ عشان لا استنى قبل ليه بس. ويل دان ولا ميديوم رير؟ لا ويل دان طبعا. ويل دان طبعا. قال لك قلت طبعا. هو الميديوم رير قلع ولا ايه؟ يعني يوم ما ابقى ستيك ويل دان. يوم ما ابقى ستيك ابقى ويل دان بقى خلاص. ما انا رحت بقى. ليه ستيك؟ لا عشان بشبع كده، تحس شخصيتي كده ايه، تشبع. وفي نفس الوقت بحب اعمل حاجات مفيده، والستيك مفيد. جوسي من جوه. بس خلي بالك ده انت هتتشعوط على الفحم. بس لو شخصيتك اكل. ورق عنب. بني ادم ملفوف مش سهل. لا عشان كل افكار ومواهب ملفوفه في وبعدين محشي رز. وبعدين كمان انا ما بحبش الوحده، فبقى محطوط مع حله في حله مع قاعد جنب اخواتي مع ناس زي بتنجانيه كوسايه طماطمايه. كله. خلي بالك ده عشان خد وقت وفكر. ايوه بصراحه. بيعمل صراحه. دي واحده بودكاست كده ما فيهاش حاجه. رامي نورتنا. ربنا يخليك يا رب. ونورت السيزون الصيفي بتاعنا بالهواين اظن ده اول انترفيو تطلع بشورت ولا طلعت قبل كده بشورت؟ زمان ايام او تي في عملت حاجات بشورت ومايو. اوكي. فبس بعد ما بقيت. لا بعد البدله ده اول شورت على الهوا. بعد ما وصلت اللي انت عايزه ولا انت لسه؟ ما وصلش اللي انا عايزه لسه. بص اقول حكمه ولا احنا في الاخر؟ يا ريت. لازم. لا نقفلها على حكمه. الانسان العاقل دايما يحط لنفسه اهداف، ولما يحققها يرسم اهداف جديده. صح. زي السراب، يقعد يبعدها. لا السراب ده معناه انت بترسم هدف ما بتوصلوش. دمرت الحكمه. جودت فرق ثقافه. بص فرق ثقافه. هو على فكره مش احنا عشان احنا الحمد لله احنا اتنين ناجحين جدا وفي بينا كومبيتيشن بس نظيفه، فدايما هتلاقي النكش. باسل لكن هو طالع هو عايز يقول لك حاجه. باشمهندس باسل طالع المايك ده لو سمحت. استنى بس مش هتخليه يقطع. دايما في انت انجح. يا جماعه طلعوني من القعده دي بسرعه لو سمحت. كده هيقول له كده، مش هيقول له اقطع المايك، اقول له علي الصوت. علي الصوت شويه لو سمحت. يلا. طيب انا اللي بجد اتشرفت جدا جدا ان انا موجود معاكم. والله I'm a big fan for the podcasters حقيقي. بحبه وبستمتع بيكم وبستمتع الانترفيوز اللذيذه اللي فعلا فيها جزء educational وانترتيننج. فربنا يوفقكم اكتر وتكسروا الدنيا اكتر واكتر رب دايما. حبيبي يا رامي والله انبسطنا نورتنا جدا وشرفتنا. شرف ليا. وكان معكم رامي رضوان في البودكاسترز مع باسل الألزار وكريم ريحان. ممكن اطلب طلب اخير؟ انا عايز كريم يختم باللغه العربيه. انسى. عليني بقى المايك بتاع كريم لو سمحت. خلاص Silence. تشالنج معلش ماشي. عشان خاطر الجمهور. وكان معكم باسل الألزارو وكريم ريحان في البودكاسترز. انتظرونا. ايه هو حد قال له اللغه العربيه عامله ازاي؟ ايه ده؟ اما لو بالعاميه هتقول ايه؟ ايه ده امال ايه؟ كان معاكم هو جيم. طب ايه امال ايه بقى؟ كان معكم دي ده ازاي تاني يعني؟ طب ادهاني والنبي، كان معكم دي ايه؟ لا اقولها لك لما نخلص. ما فيهاش كان معكم بقى، حط لها بدائل. ايه؟
مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة ونرجو أن تكونوا استمتعتم بحلقة اليوم. نراكم في الحلقات القادمة بمشيئة الله. انت مالك قلبت كابتن ماجد كده ليه فجأة؟ ودي كده مش متشكلة كمان. لا خلينا كده الحمد لله. حطها AI هنزلها AI. شكرا علينا. يلا سيو في الحلقة القادمة ومفاجأة جديدة. السلام عليكم. نطلع بقى نقول ننكش في بعض بقى على المسرح. تعالى لي بقى، تعالى لي في اللايف بالانجليزي. ايه ده صور باسل يا طب حاسس ان احنا يعني في الصيف والساحل وكده يعني. تركيش. هننهي الحلقة بلعبة مش احنا اللي عاملينها، حقيقة الشباب بتوعنا هم اللي عاملينها، فلو في اي اسئلة. يعني مش انت اللي عاملها؟ لا هم اللي عاملينها. يعني انا هشوف الاسئلة زيك.